الراجل ظبطك ها؟ ابو مكة. بص على الحيطة. الغالي الراجل احلى تريبل كابتن عليا انا وكابتن كريم جودت. انا ما اعرفش انا ليه ما عملتلوش تريبل كابتن والله العظيم. فكرت فيها يعني، انا ما كنتش الموضوع ما وقعش مني سهوا. صلاح للبالون دور رسميا. عمر مديله جوائز عنده. انا قلت في دبل جيم ويك تاني هيجي وانا كمان والله في، بس المره دي اعرف اخد سلوت كده اسيستنت مانجر. لا انت عارف انا ايه اللي جه في دماغي؟ انا اللي جه في دماغي قلت اصل الماتش بتاع ايفرتون ده هيبقى رخم وممكن ما يعملش فيه حاجه وهيدافعوا وبتاع مش ما اعرفش دي، راح جاب جون واسيست والدنيا مانجا. لا يعني انا بس يعني هي دي انا قلت يعني هيبقى في جيم ده طلع، قلت اكيد يعني ليفربول هيكملوا في الافي كاب، مش هيخسر من بلايموث ارجايل. بعد التريبل كابتن ده لو ما خدش البالون دور اروح فيكم في داهيه يا فيفا. عمر هيديله جايزه عنده في البيت، جوائز جايزه كره كافيه. اعمل انا بالون دور على حساب ابونا وبعد الروح. ده صلاح جميل والله. بس ده لا يمنع يا جماعه ان احنا نبدا الحلقه دي ونقول ان شكرا صلاح ابو ايفرتون علمينها فرقه زباله والله العظيم، حاجه حقيره. انا قلت اوليفر ده قلت اخر ماتش في جودسون بارك هيعملوها معاكم. لا ما هم اساسا يحلموا ياخدوا مننا نقطه، ما ده علشان اخر ماتش في الجوديون اكيد يعني هنيجي للكلام ده. وعندنا برضو لقاء كان لقاء سحاب في الشامبيونز ليج، ريال مدريد وسيتي برضو. هو كان فعلا لقاء سحاب والله كان بقى الاثنين مش في احسن سيزون ليه، بس هو طبعا لا طبعا يعني. وفي بقى شويه ماتشات تانية، دوري اسباني والدوري ايطالي وبتاع، ما فيش دوري انجليزي غير الماتش ده. عندنا ديربي وبتاع، فالدنيا كبيره يعني. جاهزين؟ بس كمان عندنا حاجه كمان. ايه؟ عندنا جايزه مفاجاه هتحصل الحلقه الجايه ان شاء الله. موضوع كبير قوي يا جماعه، يعني موضوع بجد كبير. كسبوالي والنبي نضيف. لا هنشوقكم ومش هندوقكم. هنقول لكم الاسبوع الجاي ان شاء الله، بس مفاجاه من العيار الثقيل ده بجد والله. هحرقها لهم في الكومنتات. يلا بينا ديليت عادي، انا الادمن على فكره. يلا بينا. ازيكم يا جماعه، وحلقه جديده من كوره كافيه، البودكاست الاسبوعي اللي بنتكلم فيه على الكوره. اسبوع لطيف بس ما فيهوش دوري انجليزي، فاحنا عندنا ناس كتير من عشاق الدوري الانجليزي، بس في ماتش من الدوري الانجليزي. ماتش مهم عشان رجعنا تاني في التراك. مش بالظبط. ايه يا عم ايه اللي رجعنا تاني في التراك؟ هو خلاص كل فرقه لعبه نفس الماتشات. ماشي افتكرت يعني اللي هو فاكر يعني ارسنال قربت ولسه عندها لا مفيش. ارسنال احنا كده قريبين، احنا فرق 7 نقط بس احنا لو كنا فريق محترم بس. طب نبدا بالدوري الانجليزي. هو الماتش الوحيد، فهنقول برضو الترتيب بتاع الدوري زي ما متعودين. ليفربول حاليا بقى 57 نقطه، ارسنال مازال 50، نوتنغهام 47، تشيلسي 43 وسيتي 41. ليفربول خلص الماتش المتأجل بتاعه، فكده خلاص يعني هو رسميا الفرق 7 نقط ما بين ليفربول وارسنال، والفرق دلوقتي كام؟ 10 نقط بالظبط من المركز الثالث، فالامور طيبه يعني. انا هبدأ بس في الاول يعني قبل اي حاجه. انا عارف ان انا والله العظيم ما بحب اتكلم على التحكيم، بس مايكل اوليفر ده يا جدعان مصيبه. ده الراجل ده علامه يا جدعان، وراجل طيب. لا مشجعين ارسنال كلنا بنحبه. انا ما بحبش والله اتكلم على الماتشات، بس على الحكام في الماتشات بس يعني. وعلى فكره علشان برضو ابقى حقاني، هو عمل قرارات غلط لليفربول وقرارات غلط لايفرتون. يعني كوناتي هاندبول ما عنديش مشكله، بس هو مدينا مثلا مديهم الجون الاولاني هم لاعبينه من فاول مش فاول اصلا، ومدي كروت صفرة في اول الشوط الاول ملهاش اي علاقه بالكروت الصفراء، حاجه مهزله يعني. هو كابتن محمود البنا عندنا في مصر ما اعرفش الاثنين دول بيحكموا لسه ليه. لا يا جماعه عيب والله العظيم يعني. ما ينفعش يبقى اهم دوري كوره في العالم الحكام بتوعه بالمستوى. لا وده اوليفر على فكره من احسنهم يعني. هي دي المصيبه. البرنس للبوب التوب بتاعه. بس يعني انا اقتناعي الشخصي ده راجل مرتشي 100% وليه اهواء شخصيه. عمر عنده قناعه. ويعني الكلام ده ما ينفعش يبقى غلطات. حتى الحكم افريج بيحكم في دوري صغير هنا في هاليفاكس
لا بجد بس لا خصوصا بوجود الفار والكلام أنا ده فاهم كله. قصدك، ده- بس هو ده تهريج. هو الراجل يا جماعه وحش يعني. في اول الماتش الكروت الصفراء اللي كان بيوزعها دي غير مفهومه. انا مش فاهم هو ليه بيدي كروت صفراء. هو عارفه والله بيدينا طرد. انا أنا ما معرفش ليه. ده طرد لويس كيلي. ما مايكل اوليفر ده يعني مش هنتفق بسهوله، ما تلاقيش هنتفق بسهوله على ان مايكل اوليفر ده حكم. باشا. انا بقول لكم يا جماعه والله انا في اول السيزون قلت لكم يا جماعه الراجل ده السنه اللي فاتت عامل ماتش مع الامارات وقابض فيها مش عارف ايه. قلت له بلاش نظريات المؤامره دي. في واحد كان كتب لك في الكومنتات فاكر ان هو بلغ عنك علشان بلغ عنك عشان نظريات مؤامره. اه يا عم بلغ يا عم اهو الدليل اهو اتفرج عليه بنفسك مش محتاج حاجه. لا فظيع يا جماعه ده تو ماتش حلو يعني. الكومنت ده. فاكره هفضل فاكره طول عمري عامه يعني. بلغ عني فين؟ مباحث الانترنت. فدي اول نقطه يعني انا عايز اجيبها على جنب. ماشي. بس طبعا يعني كمجمل الماتش ده يعني تحس كده ماتش كلاسيكي دوري انجليزي سخن. طبعا باين قوي فرق الموتيفيشن او الدافع عند ليفربول من ايفرتون. ليفربول عايز يكسب، بس انت بتتكلم ان هو يكسب يبقى فرق 9 نقط، يتعادل يبقى فرق 7. عايز يكسبوا. اللعيبه دي بروفيشنالز وبتحب تكسب وكل حاجه. بس الاستاد بتاع ايفرتون النهارده يا جماعه جنون، لان هو اخر ماتش ديربي هيتلعب في الجوديونسون بارك. مش بس بقى كده، جوديسون صح. جوديونسون ده تشيلسي وبرشلونه اللي هو استاد فاهم في راكيافيك في ايسلندا. نفسي لحظه قلت لا جوديسون. المهم فهو اخر ماتش، ومش بس بقى اخر ماتش بقى ديربي في جوديسون بارك. هو مشكله في استاد ايفرتون. في استاد ايفرتون. ما هو استاد حقير والله العظيم. انا مبسوط ان احنا مش هنلعب فيه تاني. مش بس ان هو اخر ماتش، هو كانت دلوقتي بقى يعني ليفربول كان كسبان 41 مره وايفرتون كسبان 41 مره. فانت كان لو ليفربول كان كسب النهارده كانت هتبقى قفلته انه اخر ديربي خسروه، وان بقى ليفربول كسبان في جوديسون بارك ده فور جود خلاص كده اكتر ما ايفرتون كسبان عليه. فكانت هتبقى كارثه عندهم يعني. فبالتالي انت حاسس بالجمهور والدنيا يا جماعه بيصفروا بيزعقوا وبتاع من اول الماتش لاخره يعني صراحه. فالماتش كان في الحته دي الحاجه الوحيده الايجابيه بقى في الماتش. الباقي بقى بعيدا عنك بقى كابتن مويس رجع يا باشا قال لك السلام عليكم انا مويس بتاع الدفاع. عارفني ال11 لعيب ورا. والله العظيم ما فيش مهاجم عنده بيلعب بالواد لعبناهم بشون دايش الواد بيدو ده اللي بيلعبه فاهم. ايوه والله العظيم شون دايش هجوم اكتر منه يعني مش كده يعني. بس انا بيتهيالي لو في حاجه بقى الماتش دي بينها قوي 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 الماتش ده يعني ان ارني سلوت ما عندوش خبره في الدوري الانجليزي. يعني اول مره احسها بقى الموسم ده. هو قرا الماتش غلط تماما بدايه من التشكيله. ما ينفعش تلعب بلويس دياز يا جماعه مهاجم وانت هتلاعب فريق بيلعب دروب باك وبيلعب لك 5 لعيبه جوه منطقه الجزاء. ما ينفعش. ما عندوش خبره في الدوري الانجليزي، ولا نقدر نقول ان هو اتخض برضو من اول مره يلعب في ملعب ايفرتون. ما دي خبره. يعني برضو هو ما كانش متوقع ان الموضوع يعني هيبقى عامل كده. هو لا يعني انت فاهم ان الموضوع ديربي. هو ما كانش مقدره يعني ما كانش متخيل ان هو بالدرجه دي في انجلترا يعني. لا بس في جزء اللي هو عدم الخبره بقى بتاع ايه. انت عارف ان انت بتلاعب ديفيد مويس فعلى استاده اخر ماتش في اللي هي العوامل دي زي ما انت بتقول هو مش حاسبها صح. فبالتالي هو ما كانش عامل حسابه ان هينزل. توصل لكده. وبصراحه انا كمشجع برضو ما توقعتش ان الجمهور هيبقى متحمس قوي كده. لا انا كنت عارف ان هي هتبقى نار. انا كنت عارف انها هتبقى نار. بس ان انت تكون عارف يعني. فانا يعني انا متفاهم سلوت ان هو ديربي وكل حاجه. بس انا كنت عارف انها هتبقى كابوس. هو اكيد هو كان عارف ان هي هتبقى كابوس. بس ان انت تبقى عارف والناس قايله لك ده هيبقى كابوس وتشوفه قدامك دي حاجه ثانيه وتحضرها ووهله الموقف كده حاجه ثانيه. وساعات ممكن تخلي بس ودي بتأثر في اللعيبة أكيد. بس في الأول في الآخر يعني بتأثر في لعيبة ليفربول. لا بس إن مش بس هم بيلعبوا بتأثر على ايفرتون إن هم بيموتوا نفسهم. بس الخطة نفسها بقى بتاعت أرني سلوت مبينة لك إن هو ما كانش عامل حسابه. أولا هو بيلعب كان مفروض يبقى عارف إن ديفيد مويس بالنسبة له أهمله إن هو ما يخسرش عن إن هو يكسب. فبالتالي أنت عارف إن هو 99% إنه يلعب دروب باك يا باشا. وده طريقه لعب كمان ديفيد مويس. يعني هو ما بيحبش يهاجم قوي يعني. كان بيهاجم لما بيلعب فريق فاهم بيهبط. فدي اول حاجه. تاني حاجه انت عارف ان ايفرتون فريق فيزيكال اكتر. ديربي في الدوري الانجليزي في بطاقات
صفرة وحمراء هو الديربي ده، الميرسي سايد ديربي. فالعوامل دي كان المفروض تبص عليها وانت بتختار لعيب زي لويس دياز ان هو يلعب سترايكر. لا هو الماتش ده متفصل على داروين نونيز. ده واحد هينزل بقى يلعب فيزيكال وبيخش 50-50 وبيعمل كل الكلام من الديرتي ورك اللي انت عايزه ده. وحط دياز اكشلي مش جاكبو، حط دياز على الوينج عشان يطلع لك يحنكش لك حلول بقى الحنكشه بتاعته دي من آه. على الجنب. بس ان هو يحنكش في قلب المنطقه وفي حواليه 5 مدافعين كلهم فيزيكال. الموضوع كان باين قوي ان مفيش اي خطوره في قلب الملعب عندنا في ليفربول يعني. استغربت برضو ان هو ما بدأش ارنولد كان مصاب. بس ما لعبش في الويكند صح؟ ما هو ما لعبش، ما فيش حد لعب اصلا في الويكند ماتش بلايموث ده. بس هو كان مصاب اصلا، فهو لسه راجع من الاصابه، فهو كان خايف عليه. ده هو اضطر ينزله لما برادلي خد الكارت الاصفر علشان خاف من الطرد، بس غير كده غالبا ما كانش هيلعبه اصلا. بس دياز في الجنب ولا برضه انا كنت ابدا برضه بجاكبو في الجنب؟ ممكن عادي تبدا بجاكبو علشان فيزيكاليتي طبعا ماسك فورمه وكل حاجه طبعا. زي ما احنا، وكنت ابدا والصراحه اللي كانت المفروض تتعمل هو جايب فورمه دلوقتي، بس سوبوسلاي ده ما كانش ماتش اصلا يعني. بيجري وبيفرك وبتاع، بس كيرتس جونز كان هيبقى احسن بكتير جدا ان هو يبدا الماتش ده، لان هو في حته الفيزيكاليتي دي هو اذكى بكتير من سوبوسلاي. ماكاليستر عامل ماتش عالمي. التبديله طبعا اللي بالنسبه لي يعني دي بقى غير مفهومه، والواحد يعني انا كنت قاعد بتفرج على التلفزيون ما شفتها، اللي هو قلت في غلطه حكم اساله كده لانه طلع جرافنبرخ ونزل كيرتس جونز دي. انا كنت هتجنن. انا ما كنتش فاهم اللي هو ماكاليستر يا باشا مطلع لسانه بقاله 5 دقايق اهو عمال بيتضرب ومعاه كارت اصفر والدنيا يعني نكد يعني. انا ما فهمتهاش بصراحه يعني. بس في المطلق يعني اللي اقدر اقوله ان هو الماتش مش كارثه ليفربول في الاول وفي الاخر. ما انت بقيت فرق 7 نقط برضو يعني تمام. مش كارثه ان انت تعادلت يعني، بس وتعادلت على ملعبهم مع كل العوامل اللي كانت موجوده دي. انا شايف ان احنا طلعنا يعني. انا بس اللي حرق دمي الطريقه اللي برضو ضاع بيها الماتش يعني. انت خلاص في الدقيقه 93 بقى متقفل بقى الماتش، بالذات ان ليفربول السنه دي مدينا اماره ان هو فريق بيعرف يتكالح يعني. بس كان في كده، كان في لخبطه في قلب دفاع ليفربول ما كانتش لطيفه الصراحه يعني. بالذات الكره اللي دخل منها الجون الاخير ده قعدت كتير جدا جوه المنطقه عندنا محدش بيطلعها. فان دايك برضو السن يعني بدا يبان عليه شويه يعني. ما بقاش كان في كوره فان دايك كده، كوره كانت نازله له قلشت منه وعملوا كام ثلاثه خطير. لو كان لعيبه ايفرتون غيرها بقى كذا كوره، بالذات الكوره العاليه لما كانت بتتلعب الواد بيتو بتاعهم ده كان بيعرف يدحر مع فان دايك، ودي حاجه غريبه يعني. بص خلي بالك برضو احنا في فتره من الموسم صعبه بعد فتره ديسمبر ويناير دي. فتره بجد الفرق الكبيره بالذات كلها منهكه تماما بعد تشامبيونز ليج ولسه اغلبهم لسه في الافي كاب وفي الكارلين كاب وفي كل الكلام ده. فالوقت صعب وحاجه يعني انا لاحظتها في ليفربول، ولسه قاري عنها مقال. الارقام وضحت كده ان ليفربول، اتفاجئت انا بالموضوع ده، بس من اقل الفرق اللي بتجري مسافات. انا عارف في الدوري. انا قلت الموضوع ده قبل كده، يمكن انت كنت مسافر مش عارف، بس انا اتفاجئت ان الموضوع ده ان انت الموضوع ده احنا عارفينه، لان لو بتشجع ليفربول هتبقى عارف ان دي من اكتر الحاجات اللي بيقول لك الستايل فيها اتغير اصلا. ان انت غير ان ستايل يعني غير ان ستايل اتغير، ان كلوب غالبا كان من التوب 3، بس ان انت تبقى من اللي تحت خالص ولسه اول الدوري كاكتر حد افيشنت قدام وورا، او من اكتر الناس افيشنت قدام ورا انت. فانت عندك يعني كلاحه غير الكلاحه. هي عندي كلاحه عمرها ما كانت موجوده عندي ايام كلوب. هي يعني واقعيه اكتر شويه، لان انت بتبص ان انت عندك جدول صعب بعد سيف كان فيه يورو، ومش كل حد عنده سكواد. وغير كده ان الانتنسيتي بتاعت كل الفرق اللي بره التوب 4 عليت جدا. بورموث بقى طبعا. كل الناس دي بقوا بيجروا، بقوا بيعتمدوا على مجهود بدني رهيب. فانت لازم تعرف ان انت توصل للنتيجة بأقل مجهود، ودي حاجة كانت ليفربول بقى شوية بتعملها كويس. ويعني دي حاجة بقى بعيد بقى عن التطبيل اللي بطبله صلاح من اول حلقة عشان التريبل كابتن. بس هو صلاح السنة دي هو عنده الحتة دي مهمة جدا. هو بيعرف يخلص كور صعبة كتير السنة دي، فرص صعبة في ماتشات مهمة، بيعرف يأسيست كور كتير مهمة. مستوى فورمة ما شاء الله يعني محدش يعني وصل لها في العرب والأفارقة.
لا هو يعني هو لا باي فار يعني. السيزون ده صلاح ليفل الوحش بتاعه وان هو بيوصل له في سنه ده وعلى بصراحه فكرة حاجه هي مهمه جدا. بس ارجع لك بقى للنقطه، علشان اللي بيتفرج بعينه في ناس كتيره قوي علشان بتتفرج بعينها تقول لك لا اصل صلاح مش بيلعب نفس الكره اللي كان بيلعبها السنين اللي فاتت. صلاح يعني لا لو بتتفرج عليه هو خلاص ما بقاش بيختار ان هو يعدي واحد على واحد، عمره ما بيرمي الكوره ويطلع يجري وراها ويدخل سباقات سرعه، بقى اذكى بكتير جدا جدا جدا، فمحافظ على نفسه. ميزته ان هو دلوقتي علشان بقى بيعمل الاتنين، بقى يا اما بيخلص يا اما بيباصي، فبقى المدافع اللي قدامه بجد مش عارف صلاح هيعمل ايه، لانه لو المدافع وقف كده واتمسمر وحاول يقفل زاويه الشوط ممكن تلاقيه بيلعب ثرو. لو جيري ممكن برضو صلاح مازال في الاكسبلوسيف باور او طاقه الانفجار عنده، اللي هو الطلوع من الثبات عنده مازال كويس فيقدر يطلع. والفينش السنه دي والفينش هو صلاح هو انت في الفينش يعني. اسمع اي حد من اللعيبه اللي بتلعب ضد صلاح لما بيتكلموا عنه بيقولوا ايه دايما الكلمه اللي بتبقى كومن ما بينهم كلها efficient. هو بأقل مجهود بيجيب النتائج بالظبط، بيعرف ان هو يخلص، ودي حاجه ممكن كمتفرج كوره هو مش بيديك عامل المتعه زي ما حد زي مثلا رونالدينيو كان بيعمل بالظبط. بس احنا في الاخر هو انت بتلعب عشان تكسب، وهو اكتر حاليا صلاح احسن حد هيكسبك ماتش في العالم دلوقتي، احسن ماتش وينر في العالم ده اكيد يعني. خلاص. بس برضو اللي كنت علشان دي نقطه مهمه جدا اللي انتوا بتتكلموا فيها، طريقه لعب كلوب يا جماعه هي يعني معلش انا اسف، مع سلوت مختلفه عن كلوب. في ايه؟ كلوب كانت الهايز بتاعته بتلعب احلى كوره انا شفت ليفربول بيلعبها، يعني ما كنا بنلعب الكوره الحلوه مبهرين، فريق متعه وانت بتتفرج عليه، بس الوحش بتاعنا كان وحش قوي، لان انت علشان يبقى عندك الهايز قوي دي لازم يبقى عندك لوز مرعبه. اللعيبه اصلا بتتصاب وبتتعب بالظبط، كل حاجه لانه كان بيعتمد على مجهود عالي قوي قوي قوي، مجهود وانتنسيتي دي بتاخد بقى المجهود الذهني بتاع الانتنسيتي كبير، ان انت بتلعب كل الماتشات متنشن وبتجري كأنك بتتخانق، فاللعيبه كانت بتفرهد ذهنيا يعني. ممكن تلاقي لعيب بتاع الفريق بتاعك دلوقتي اصلا بقى كبير ما يقدرش يعمل الكلام ده طول السيزون. نص ملعبنا مازال صغير. لا بس احنا كنا يعني أليسون فان دايك السباين كبر، بس هو معوده مثلا 3 في نص الملعب، سوبوسلاي وجرامنبرغ وماكاليستر صغيرين، بس لويس دياز صغير، نونيز وجاكبو كل دول صغيرين. هو بس الثلاثه صلاح ده والدفاع، وهو ده اللي خلى السنه اللي فاتت كلوب يقع. ما طبعا هو ما قدروش يكملوا طول السنه بنفس الانتنسيتي فوقعوا. ميزه بقى سلوت ان هو البيس لاين بتاعه مش متعه بس بنلعب كره حلوه يعني، مش بنلعب كره قبيحه. لا يعني. بس بصراحه لا يعني انا بشوف الحاجه المختلفه في سلوت عن كلوب اللي بشوفه بيعملها احسن منه السرعه بتاعه النقله من ورا لقدام ترانزيشنز بتحصل بشكل بصراحه يعني. حتى النهارده في الكوره بتاعه الكوره اللي صلاح حطيتها بكعبه لارنولد، وقام ارنولد لمسها دي لو كانت ظبطت بس ارنولد سنه هو كان نونيز اوفسايد، بس يعني الكوره كانت هتبقى حلوه اوفسايد ولا مش اوفسايد. كانت اللي هو في لحظه كده فجاه لقيتهم قدام بكوره كومبليت يعني مش سهله، مش لعبه سهله، واتعملت بسلاسه وبسرعه رهيبه. فدي يعني بصراحه حاجه بتخليك تبص كده وتشوف هو بس زي ما قلت يعني انا ملخصي للماتش ده ان هو قله خبره سلوت فرقت قوي في الماتش ده. كان المفروض يقفله احسن من كده بكتير، بس تمام يعني في جميع الاحوال انت لو مشجع ليفربول الموضوع عندك مش مصيبه. كنت احب ان انا ابقى منكد عليهم في اخر ماتش يلعبوه في جودسون بارك، بس يعني ربنا رب ان هم يطلعوا بحاجه من الماتش وحلال يعني. وكارت جونز بس اتطرد هو وسلوت، مش عارف هيعملوا ايه بقى في سلوت في اللي عنده في الاسيستنت مانجر. ربنا يستر ان شاء الله. لا ربنا ينفع يبدله، ينفع يبدله في الجيم ويك، بس انا مش عايز ابدله، انا عايز اعمل، انا عايز يفضل هو كده بس تعرف انت عندك المشجعين ليفربول كانوا معلقين يافطه شفتها بيقول لك it's easy to move an empty trophy cabinet. هم فريق مهزأ والله العظيم، فريق مهزأ وانا ما طوقهمش. خلاص الكلام في الدوري الانجليزي سامع ركبك بتخبط يا عم بس يا عم. طب على ذكر الركب، طب والله بقى على ذكر الركب اللي بتخبط، على ذكر الهامسترينجز اللي بتتقطع، على ذكر تخبيط الركب، وضعكم ايه وانتوا قاعدين قدامي كده؟ لا تملكوا مهاجم واحد يوحد ربنا. انا مش قلت لكم نطلع جروب يا جماعه؟ ميدو راجل عنده خبره في الدوري الانجليزي، الراجل بيدور على فريق
ينفع يتسجل. ظابط اكله بقاله فتره ومخفف سجاير. لا ده انا بجد انا في الجروب بتاع مشجعين ارسنال لقيتهم باعتين النهارده لستة ناس فري ايجنتس ممكن ارسنال يجيبوهم صفية زبالة وبيتناقشوا بيقول لك نجيب ده ولا نجيب ده. قلت له يا جماعه ده احنا مفيش حد ما فيهمش غير وسام بن يدر اللي عنده 34 سنه وعليه قضيه اغتصاب بقاله سنتين. لا بس هو وسام بن يدر اخر مره كان رامي كيرش مرعب اصلا. شفت له صوره كان فظيع. كان بس بقاله كان حاجه زي مصري كده. هو انا اتمنى عشان كارت الفيفا بس مش اكتر. كارت الفيفا مش اكتر. لا مأساة. احنا انت يعني هو احنا قلنا الموضوع ده لما وقت الترانسفير ويندو لما كنا ارسنال حطوا اوفر اي كلام على واتكنز وفي الاخر ما ريكو كنت حطيته فلوس بما يرضي الله. لا يعني ان هو لو في يناير ما جابش سترايكر يبقى الاداره بتقول السيزون ده مش مهم بالنسبه لنا ان احنا ناخد فيه بطوله ودي مصيبه. ومش لازم كان واتكنز حد اسم تقيل زي كده يعني. انت ابسط الامور حد زي تال مثلا يروح على سبيرز يا سيدي وهو عارف ان هناك في سبيرز عنده منافسه مع لعيبه تانية كتير قوي بتلعب في الخط القداماني. ولو كان جه عندك ايه لا عنده ما عندهمش لا بس عندهم احسن من عندك يعني اصابات مصيبه. بس عندهم لعيبه عندهم كلافيسكي موجود وعندهم سون موجود وريتشارلسون موجود. لا بس ريتشارلسون ده لو التل ده خايف ان هو يتنافس مع ريتشارلسون بس اكيد انت فرصه احسن. انت لا مش مساله فرصه احسن. هو اكيد ان لو ارسنال دخلت تتكلم مع تل هتعرف قدامه ارسنال وهو شايف قدامه مارتينيلي ومش عارف مين يعني هيقول لك لا انا ممكن العب في الفرقه دي بالذات ان احنا عندنا انجري كرايسيس يعني. فهو اكيد بس هم ما راحوش. وهي فكره هي احنا نرجع تاني هم اداره ارسنال كانوا بيفكروا احنا عندنا تارجتس معينه وهنجيبها نصبر عليها مش عايزين نتسربع ونجيبها دلوقتي. بس انت عندك فرصه ان انت تعمل حاجه السيزون ده. انت ما تعرفش السيزون الجاي يبقى في ايه. ما تعرفش سيتي هيصرفوا قد ايه في الصيف هم صرفوا قد ايه قد كده في يناير. ما تعرفش يصرفوا قد ايه في الصيف. فانت عندك فرصه ان انت هو ليفربول هو المنافس الوحيد وليفربول ممكن يكمل كده وممكن يقع الله اعلم. بس انت تبقى موجود ما تبقاش قاعد سنتين بالمومنتم اللي انت بنيته ده وبتنافس على الدوري بجد بتنافس بقوه وتيجي الثالث سنه اللي اكبر منافس ليك اللي هو سيتي البطل 4 سنين ورا بعض راح وتقوم انت كمان تقول لك لا طب انا بقى هنافس السنه اللي بعديها. ايه الهبل ده؟ لا ايه الهبل ده؟ لا انتوا شربتوا قهوه الدوري لما ما عملتوش صفقه في يناير. وعلى فكره هو ما كانش لازم يروح يعني. مش هقول لك مثلا اصرف 90 مليون في سترايكر في يناير. يا عم هات سترايكر مقبول. ما هو انا كنت بقول لك تل هات حد لون باك اب. ما هو تل لون يعني حرفيا احنا السترايكر الوحيد اللي في السكواد بتاعت ارسنال دلوقتي نيثن باتلر اوديجي ناشئ عنده 22 سنه. ناشئ عنده 22 سنه. لا لو حد من مشجعين ارسنال عارف اللي رقم التيشيرت بتاعته كان في الكومنتات والله العظيم. لا انت داخل حرفيا يعني كنا اللي هو دعاءك كله ان انت هافرتس ما يتعورش. ودي مصيبه ان انت هافرتس ده يكون الاوبشن الوحيد. والمشكله ان هم مش مثلا الاصابه بتاعت هافرتس هي انا ما اعتقدش ان هي كانت مفاجاه. هو اتصاب في دبي انا بس احنا شايفين هافرتس على الجروب قلت له عشان هافرتس اتصاب وتلبسه اسود قال لي 4-5 دايز. والله قالوا كده في الاول طلع لقيته بيقول لك اوت فور ذا سيزون اللي هو قال خلاص. ده تلاقي هافرتس بص كده قال لكم ما جبتوش سترايكر وانا هجري الجري. يا جماعه والله قبل اخر ماتش قبل اليناير قبل الجانيوري ويندو ده الماتش اللي اتطرد فيه لويس كالي بتاع وولفز الماتش ده هافرتس شايلينه من على الارض بعد الماتش من كتر ما تعب. فده كان شكله هيتصاب. كان في كده هيتصاب فاهم. كان في وبعديها مارتينيلي وقع. احنا لما نلعب تشيلسي ستيرلينج مش هينفع يلعب. ودي مصيبه. انت كده ساعتها هيبقى عندك مارتينيلي ان ستيرلينج مش هيلعب. انت كده هتلعب بمارتينيلي وتروسارد وابونجو بتاعك. لا مارتينيلي مصاب حبيبي. صح ده بس ان شاء الله ساكا يكون رجع. لا مش هيكون رجع. مارتينيلي هيرجع قبل ساكا. على حين بقول لك ايه انا عندي ليك حل. توماس بارتي سترايكر. لا ما انت كل ما بتتزنق بيقول لك مايكل ميرينو يلعبوا سترايكر زي ما ديفيد مويز كان بيلعب مروان فيليني. بس فكره حلوه. استلعبوا بكور عاليه بقى. جبت الطايح.
او داكلان المهم رايس. يعني الله يكون في بيقول لك العون. كالافيوري كان زمان بيلعب سترايكر، طلع عمل تصريح كده فجاه قال لك انا كنت بلعب سترايكر زمان كنت بحط جوان كتير. لا هو اصله مريح يلا على بقى. الدكه، قاعدينه على يلا الدكه بقى. دلوقتي ما بيلعبش، فلقى جوب اوبننج عارف يلا بقى يحط اسمه كده في الميكس يعني يعني. كده يا بقى. على فكره انا بعرف احط جوان بالظبط. وقابل ارقص وشعري برضه انفع سترايكر ابسني بس رقم 14. ده والله نسخه العظيم. من انزاجي. لا بص يا جماعه انا كنت بتفرج على البتاع ده وبعديها اتفرجت على انترفيو بتاع ايزاك مع الان شيرر. بس ما شاء الله عليه. الان شيرر بيبص له بيقول له انت ليه لابس رقم 14؟ قال له عشان ماي ايدل تيري اونري. والله العظيم قلبي اتقطع. لا توجع القلب. وربنا قلبي اتقطع والله العظيم. انت فاكر كم مره انا بقول لكم الراجل ايزاك ده بيفكرني بتيري اونري، طريقه لعبه حركته في الملعب كل الكلام ده. مشكلتك برضو ان انت في ظروفنا المعفره دي بعدها تروح تتفرج على انترفيو مع تو ليجندز. والله انت المفروض تقفل الكلام ده وتخش على مودرن سبورت تتفرج على كابتن مدحت شلبي. لا والله عندي تشانل عندي بيج على فيسبوك هبعتها لك. بص اسمها ليالي مودرن سبورت. أيوة. خطيره. بص اقول لك حاجه، هو ارسنال دايما يعني عندهم فن في ان هم يرفع الامال بتاعه المشجعين وعشان يحطمها ويكسرها. على الاقل دلوقتي هو عشان خزوله الأمل ما يخش راح. دكه. بالظبط. على الاقل دلوقتي الامل راح خلاص، فاحنا خلاص احنا بنتفرج بقى وبنستمتع. لا، ما السيزون هو- ده ما ما هو- جاش. ما هو- تشامبيونز ليج بقى. لا ما هو بيلعبك ازاي بقى السنه دي؟ راح ليفربول مضيع لك نقطتين دلوقتي بس رسمهم لك عشان تشتم الاداره اكتر. تشتم ده. لا بس خلي بالك، بص هخلص لك بقى السيزون يعني- فرق مثلا يعني- ايه نقطتين. انت عشان بوخ يتعوج. اجلطك. اصل انت متخيل السيناريو الوحيد اللي يمشي مع ارسنال ايه؟ ان ارسنال يفضلوا ماسكين يعني ايه، ان ارسنال يفضلوا ماسكين نفسهم يعملوا احسن من ليفربول، او يعني يكسبوا الماتشات الجايه بالعافيه ب1-0 بقى واللعب الزباله. اصل ما عندناش اوبشن حقك انت اوبشن اصلا غير كده. لو لعبت دافع وما يخشش بارك فيك دا باص جوان وكور عاليه واعمل وبتاع. بقى وخلي العيال دي وليه، ويمكن ستيرلينج يفتكر انه بيعرف يلعب كوره ارفض ارتيتا وهات اي مورينيو حاجه كده. تمام. واعمل كل الكلام ده وعلى امل ان ليفربول بقى يركب الزحليقه ولما يمسك فورم تاني يكون ثقه رجع بقى. إن شاء الله. ما ونكمل هو تاني لو نتكلم. ليفربول ركب الزحليقه نوتنجهام هيركبك. والله خاف من نوتنجهام. خاف من كل خاف من حد. ده انا نوتنجهام خايف فعلا. من، ده انا خايف من يعني 3 نقط مش بعيده اصلا خلي بالك. انا خايف من ابسويتش على كده. لا ما والله بس العظيم بجد. نوتنجهام 3 نقط منك وتشيلسي يعني. وراه وكل الناس دي وراه في الاساس. المهم يعني كده المشكله كده ان مروح السيزون ده مش معناه ان احنا ما نكسبش الدوري. مروح السيزون ده معناه ان انت ممكن تطلع من توب 4 اصلا. لا مش الدرجه دي يعني مش الدرجه دي. ارسنال برضه فري سيستم يعني. بس يعني المهم طيب صعبة. عندنا الماتشات بقى هنكملها الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله خير واللي فيه الخير يقدمه ربنا. نخش على دوري الابطال. كان عندنا اول اللي هي احنا كنا وصفناها ازاي الماتش المؤهل من التصفيات. فيرست ليج من التصفيات لدور ال16. بس ماتش مش دور ال32. ماتش دور 16 برضه. ماتش الذهاب من التصفيات بالظبط. فهو ما كانش كانت كلها ماتشات طفش طبعا. ما فيش غير ماتش واحد هو اللي امير كان توقعه، ريال مدريد ومانشستر سيتي. صحيح. هو امير فين؟ ما اديناهوش عم عمر بقى صاحب مكان بيدخل يقعد ماشي من غير ولا غني ولا تحس تبديل قصب بقصب. قلنا بقى رجعنا مع بعض اخيرا ومش عارف ايه. اما امير خلع. احنا ما بنحسش غير لما علي ما بيبقاش موجود عشان بس بيبقى 3 ارسنال قاعدين. انا يعني الفليفر بيبقى مش موجود. المهم يعني نرجع للماتش بتاع ريال مدريد ومانشستر سيتي. السؤال يعني هو كومبلكس شوية بس هو ده السؤال اللي يتسأل. الماتش ده جوارديولا خرف يعني ضيع الماتش ولا أنشيلوتي هو اللي كسب الماتش؟ فاهم قصدي؟ يعني هو اللي عمل الشيفت لأن الحالتين حصلوا. أنا أعتقد إن هي ولا دي. أعتقد إن هي ما أعتقدش إن هي كانت غلطة جوارديولا. بدأ الماتش بصراحة هو ما اعرفش حد خد باله هو لعب 5 دفاع. لا انا هشرح لك. هو ما لعبش 5 دفاع. وجون ستونز هو اللي يعتبر كان بيطلع يلعب CDM. لا هو حصل ايه فاكر؟ هو الموسم ده جوارديولا اكبر مشكله عنده ايه؟ على فكره دي اول مره غير خطته الموسم. هو كان بيغير الستايل بس ما كانش بيغير الخطه. المره دي اول مره غير الخطه اوفيشلي لان هو من اول الموسم جوارديولا بيلعب ب 3-4-3 دايموند. فهو عنده 3 سنتر باكات وفي دايموند
واحد بيلعب بيفت او نمره 6 واثنين على الدايره وواحد قدامهم، وبعد كده عندك الثلاثه اللي قدام بالشكل العادي يعني. المره دي هو رجع فاكر للموسم اللي هو بتاع 17 18 ده، اللي هو ايام اول ما اخترع الانفيرتد فول باكس. فهو رجع النهارده ان هو بيلعب 2 3 4 1. فهو في عنده السنتر باكين ثابتين قوي. جون ستونز. ما هو جون ستونز بيلعب نمره 6، بس هو الفكره ان هو بقى ضامم عليه كمان الوينجات. فانت ما تبص لها في الملعب شكلها كانها 5، بس هي ال5 دي على خطين يعني، هم مش على خط واحد. ايوه بس انا اللي قصدي ان هم كانوا 5 مدافعين. ما هي ما فيش واحد منهم كان نص يعني. عاده بيعمل نفس اللي انت بتقول عليه ده، بس بيكون في بيفت بجد، رودري او كوفاتشيتش او ما عندوش حد، وبيدخل معاه حد من الرايت باك او الليفت باك يعمل انفيرشن. لا ودي حاجه واعتمد على جون ستونز ان هو يبقى نمره 6. أيوه. وانا بصراحه في رايي جون ستونز عمل اداء تحفه طبعا في اول ماتش. على فكره ستونز بيعرف يلعبها، ما هو لعبها برضو، بس هي هرجع واقول لك هو جوارديولا عمل كده ليه. هو بيحاول يعالج مشكله الكور المرتدات والبيلد اب. لا البيلد اب هو كان بيعرف يتصرف كده يعني. لا بس هو اللي خسرته مع ارسنال كان ان هو مش عارف يتصرف في البيلد اب. لا بس هو اكبر مشكله عند سيتي ايه الموسم ده؟ ان هو بيستقبل من قلب الملعب. تمام. لان وانت بتلعب الدايموند دي اللي هي 3-4-3، فالثلاثه اللي في النص بيلعبوا في 2 على الدايره، دول لازم يفتحوا علشان يجيبوا الناس يقابلوا الناس اللي طايره لك من على الوينجات. فيعني بتسيب واحد اللي هو بقى كوفاسيتش او ستونز، لو نزلته انت بجد مسوحه، انت منزله لوحده ويتخانق. لازم يبقى رودري، عشان هو رودري الوحيد اللي يعرف يعمل لك الخناقه دي كلها، فاهم؟ نص الملعب مساحه شاسعه ويعرف يتحكم فيها لوحده. فبالتالي هو لما لعب بقى باللي هي ضامم الاثنين السنتر باكات على بعض كده، ومدخل انفيرتد فول باكس ومرجع الوينجرات يسقطوا شويه ان هم يقابلوا سنه، فهي ساعدته في الحاله الدفاعيه. هي ضربت منه امتى؟ لما نزل كوفازيتش. ما هي عشان كده بقول لك، علشان كواليتي. عشان كده هي بقول لك هي هل هو لا هو بدأ صح، عمل خطه مظبوطه وتحكم في الماتش كويس في الشوط الاول، وبسبب حتى طريقه البيلد اب وتحركات اللعيبه. نشوف مثلا تحركات جوارديولا كانت عامله ازاي، وجون ستونز والطريقه يعني كان بيخلق مساحات في دفاع ريال مدريد، اللي ريال مدريد عارفين ان عنده فيها مشاكل طبعا. ودي كانت بصراحه لا ما هو كان بيعملها يعني في البيلد اب، كان بيعملها حلو جدا. كان بصراحه لو شفتها، لان هو لما كان بيسقط ستونز يستلم كان بيسحب معاه واحد من بتوع نص الملعب، فكنت على طول بتلاقي برناردو او دي بروينا مفتوحين، فهو كان عارف يفتح مساحات. فدي كانت يعني، فانت عشان كده تقول لا هو جوارديولا هو اللي ادى الفريق والادفانتج من الاول وبدأ بدايه كويسه. هتقولي بقى الشوط الثاني طبعا كوفاتشيتش انا شايف ان هو اللي خيشهم. هو لا بس ما انا هجي لك بقى هنا بقى. انا عشان كده كنت بقول لك على موضوع انشيلوتي. انشيلوتي الشوط الثاني عمل مش تغيير مراكز، ده عمل بس تويك بسيطه حته كده. هو خلى واحد من الاثنين سترايكرز، لان هو تقريبا كان بيلعب باثنين سترايكرز او يعني واحد من الثلاثه اللي قدام، بس هو عاده كان يا اما مبابي يا اما فينيسيوس اللي كان بيعمل الموضوع ده، يدخل جوه ينزل قوي. فلما بينزل قوي بيفضي مساحه صغيره قوي لمين بقى، وده السبب ان هم كسبوا، ان هو عبقري بيلينغهام. لان بيلينغهام بيتحرك بالعرض مش بيتحرك طالع نازل، فهو بيلينغهام هو اللي بيصطاد له بقى الاماكن الفاضيه. فلما بينزل قوي مثلا، يعني في كذا كوره حصل فيها الموضوع ده، ان بيلينغهام بيقوم مبابي ينزل قوي او فينيسيوس ينزل قوي يستلم، فتلاقي حد من المدافعين ايا كان مين اللي ماسكهم ينزل معاهم سنه، بيفضي مربع كده صغير قوي، بيلينغهام بيعرف بقى يقف فيه. واستلموا منها كذا مره، يعني في كذا كوره في الشوط الثاني، ودي باينه قوي ان دي حاجات قالت لهم ما بين الشوطين، لانهم اول ما نزلوا بداوا يعملوها وراحوا بيها كتير جدا. فدي حته لازم تديها لانشيلوتي، لانه انشيلوتي شاف فين مشكله. يعني هو كان متأزم في الشوط الاول من طريقه لعب سيتي، بس لما ركز وبتاع عارف يحلها جوه الملعب، ما اضطرش حتى يعمل لها تبديل. يعني طبعا انت شفت مدريد اختلف حتى قبل ما الاجوان تخش. انا كنت ببص كده اللي هو في جون هيخش. انت الشوط الاول سيتي كان بيلعب الشوط الثاني بس برضو ريال مدريد كان عنده كورتين في العارضه مثلا، كان عنده كورتين في العارضه، بس ما كنتش تحس ان هو ان الجون هيجي فاهم يعني مدريد. لا انا كنت متاكد يعني، بس الشوط الثاني كان واضح ان في جون جاي. الجون ما كانش مفاجاه خالص، وده بسبب انشيلوتي يعني. بس لازم تديها لانشيلوتي. بس هتقول كمان برضو ان في الاخر انت كان عندك، انا شفت دروب
في الكواليتي والدروب في المنتاليتي. يعني اعتقد ان هم كان السيتي لسه ايه ماسكين نفسهم سنه بعد لما بدا يبقى فيه خطوره اكتر، وبعد بالذات بقى لما الجون دخل انا تاني نفس السيتي بقى عندهم يعني قابليه للانهيار في اخر الشوط التاني. المنتاليتي بتاعتهم وقعت جدا، ودي حاجه حتى لما بتشوف ريال مدريد في اوحش حالاتها دايما المنتاليتي بتاعتهم ان هم هيكسبوا الماتش. لا بس السيتي وضعهم مختلف الموسم ده. انا بقى يعني ليا كلام مختلف خالص عن اللي انتوا الاثنين قلتوه. انا شايف ان يعني الماتش ده جوارديولا ما كانش في الامكان احسن مكان، ما ضيعش الماتش ولا حاجه. يعني جوارديولا اللي عمله ده الماكسيمم اللي يقدر باللعيبه اللي معاه يعمله. اللي ضيعوا الماتش الناحيه التانية مش هقول انشيلوتي عمل ماتش حلو، انا اللي هقوله ان هجوم ريال مدريد ضيع الشوط الاول، وانشيلوتي ضيع اخر الماتش بخوفه. الاثنين دول هم دول المشكله الماتش ده، ان هو كان في الشوط الاول بداوا انشيلوتي رسم الخطه حلوه قوي ان احنا هنلعب الكاونتر اتاك هتتلعب ازاي، وصلوا كويس قوي اول ربع ساعه، والربع ساعه دي ممكن تخلص 3-0 عامه. هو ده كان رعونه في الهجوم يعني هي. مش يعني في كوره اللي هي بتاعت مندي دي، مندي وصل قدام مش عارف يعمل ايه بالكوره، فراح مديها لفينيسيوس. ايوه قال له فرح فينيسيوس مداله، فبص له بصت اللي هو والله العظيم انا لو هعرف اعمل فيه حاجه ما كنتش اديتها لك تاني. فاهم؟ فهو دي رعونه قدام، فهجوم ريال مدريد هو اللي يتحمل ضياع الشوط الاول، وانشيلوتي الشوط الثاني يتحمل ضياع النتيجه. ان هو اخر الماتش لما كوفيتش نزل ومسك الماتش جوارديولا قصدك مش انشيلوتي؟ لا انشيلوتي كان ممكن يزود السكور اكتر من كده ويطلع كسبان اكتر من كده. هو بالعكس هو مدرب جبان في الشوط الثاني، ان هو كان المفروض يبقى البوش بتاعه الهجومي اكتر، بيزود المهاجمين اكتر. يعني واللي يثبت لك الكلام ده في اخر الماتش حتى لما طلع امبابي، يعني انت بتعمل ايه؟ ايوه يعني بس هو مش محتاج اكتر من كده، خلي بالك هو لسه هيروح يلعب على الارض. ايوه هيلعب على ارضك، بس هو سيتي هو ليه ياخد ريسك ان سيتي يتعادل؟ لا هو سيتي ما بيتعادلش. هو لو اتفرج على كل ماتشات سيتي السيزون ده هيلاقي في اخر الماتش لما بيبداوا يتعادلوا بيلبس الثالث في الرابع وبيزعلوا يعني. انا مش معترض بس ده لا يمنع ان انت خدت اللي انت عايزه يعني. انا يعني هنشوف راي جمهور ريال مدريد في الكومنتات ايه، بس انا يعني كواحد بتفرج على الماتش انا شايف ان انشيلوتي مع هجوم ريال مدريد النهارده هم اللي ضيعوا الماتش. الماتش ده كان يخلص سكور مستريح لريال مدريد، وجوارديولا ما فيش في ايده. انا معترض جدا، وجوارديولا ما فيش في ايده احسن من كده. لا هو لا. جوارديولا زي متفق انا في حته ان هو برضو كواليتي اللعيبه اللي معاه مش، بس هو بيحاول يتصرف. يعني هو بيحاول يغير الخطه وبتاع، بس في جزء كده بس الوحيد اللي يمكن يتعب عليه. لا يعني لو انت عارف ان كوفازيتش هيهين الدنيا قوي كده في الخطه دي ما تنزلوش. هو كوفاسيتش بجد يا جماعه كان وحش. ايوه يعني هو وحش قوي، بس الفرقه يعني هي انت لما تقول هو عمل انا شايف انه عمل سيستم كويس باللي موجود باللي متاح طبعا بس هو دلوقتي بس كوفاسيتش بجد نزل يعني حتى الجون الثاني البصل اللي عملها بكعبه يا جماعه اللعيبه تعبت فهو لازم ينزله. بس هو يعني في احسن اوحش ظروف كده مش هتبقى متخيل ان كوفاسيتش يعمل لك اداء كارثي كده، يعني كارثي اكتر من عادي. ماشي. بس الناحيه الثانيه برضه انا مصمم على الراي ان انشيلوتي يتحمل عدم فوز ريال مدريد بنتيجه اكبر من كده. لا هو والهجوم يشيل الشوط الاول. انا شايف الماتش ده خلص 3-2 ده كتر خيره، ده كتر خيره اصلا. الهجوم يشيل الشوط الاول. بس انا بقول لك هي بجد ان هو قرا الثغره اللي كانت في السيستم بتاع جوارديولا دي هي دي اللي كسبتهم اصلا. هو دي بجد هي دي اللي كسبتهم. يعني هو التسقيطه بتاعته للمهاجم وان هو ادى تعليمات لبالينجهام انه ما يسقطش لورا، يفضل يتحرك له بالعرض في المساحات اللي هتتفتح، كسبتهم الماتش. بس انا لو مكانه كان من اول الشوط الثاني المفروض اسحب سيبايوس وانزل جولر. بس سيبايوس كان عامل كويس. ابراهيم دياز وخلاص. ايوه بس سيبايوس كان عامل ماتش كويس بغض النظر يعني هو مستوى ريال مدريد وكل الكلام ده، بس هو كان عامل ماتش كويس. بس انا بوصل وهعمل واجيب. ابراهيم دياز كان هينزل نص الملعب كام تاني كان الدنيا هتفتح اكتر وهيكسبوا. لا كانت الدنيا هتفتح. قولوا لنا رايكم في الكومنتات يا جماعه. هنشوف راي جماهير ريال مدريد انتوا شايفين انهي حاله في الثلاثه يعني. وجماهير برضو مانشستر سيتي يا جماعه شاركونا الراي اذا كان انتوا شايفين ان في حاجه تانية جوارديولا يقدر يقدمها الفتره دي، ولا انتوا محتاجين تستحملوا على الوضع ده لغايه لما رودري بقى يجي من الاصابه. يعني عن حظ السيتي اللي جابوا نيكو جونزاليز عشان يغطي على رودري ومتصاب. هو بالتالي اصلا ما فيش حد في جماهير السيتي كان يتوقع نتيجه احسن من دي.
لا لا لا, لا, لا على ارضك لا برضه على أرضك يعني قبل الماتش تلعب ريال مدريد مينيمم تتعادل على ارضك، تتعادل على أرضك. مهما السيتي بيلعب، مهما اي حد يلعبه بالظبط. الاكسبكتيشن ان هو المفروض يكسب على ارضه ولو الدنيا بهوقت منه يتعادل بالظبط. بالحاله اللي هم فيها بالماتشات زي قدام ارسنال وقدام الكلام ده كله ليتلي خلاص يبقى لو انت الاكسبكتيشن بتاعك ان انت تلعب ريال مدريد انت تخسر في ارضك داخل تلعب ليه خلاص بالظبط يعني هو انت لسه صارف 210 مليون في فرق اوحش بكتير، لا ما لعبش حد بس هو لسه صارف فلوس يعني ماشي، ما هو صارف لسه، هو بيبني لسه ما نزلش. فرق اوحش بكتير عرفت تعمل ماتش محترم وتكسب مدريد. ايوه ده في يومك العادي، انما هو لا يعني هو ليل في احسن ايامه احسن اوحش من السيتي. هو سيزون مش عادي، هو سيزون مش عادي ريال مدريد سوري للسيتي، هي ده اللي بتكلم فيه بالظبط. انا موافق بس ده لا يمنع ان انت هتبقى داخل متوقع ان اتليست هتتعادل على ارضك وهتخسر بره. وانا شايف بالنسبه لجوارديولا عندك هالاند ودي بروينا ومرموش قولوا لنا يا جماعه، وانا شايف جمهور مانشستر سيتي احمد وكابتن كريم جمهور مانشستر سيتي اكتبوا لنا يا جماعه في الكومنتات اذا كان توقع اللي عمر بيقوله ده صح، ان انتوا كنتوا مش متخيلين انكم تعرفوا تكسبوا سيتي ريال مدريد ولا لا، وشايفين قولوا لنا برضو توقعاتكم للماتش. انا شفت حاجه في الماتش ده ضايقت. ايه؟ شفت الهيت ماب بتاع مرموش لما نزل، وشفت الهيت ماب بتاعه مع فرانكفورت واتضايقت ان بيحصل اللي احنا يعني كنا خايفين منه متسقط ان مرموش في سيستم جوارديولا ما بيسمحش للحريه لاي لعيب في الفرقه، بس الحريه في الفرقه اللعيب انه يتحرك. المشكله ان مرموش اصلا كونسيومر، يعني هو اصلا بيكونسيوم تشانسز. انت هو لغايه دلوقتي اللي احنا شفنا منه ان هو مسقطه لورا شويه، فلما بينزل هو المفروض يبقى بروفايدر اصلا هالاند، ودي حاجه احنا كنا قلقانين منها. هو كان التوب اسيست في الدوري الالماني وهو ماشي وبتاع، بس برضه انت عارف قد ايه هو فينيشر كويس، فهو مش مفروض يبقى ده دوره. يعني هو لغايه دلوقتي مرموش لما بينزل بياخد ادوار مختلفه تماما عن اللي كان بيلعبها مع فرانكفورت، وحتى السترايكر اللي كان بيلعب جنبه في فرانكفورت كان بيسقط اكتر من هالاند. بس هالاند مش سقيط، مش كين، مش هينزل وبتاع وهو يبقى السريع اللي حقيقة الحق. هالاند برضو بيسقط عدد مش وحش يعني. هالاند بينزل لا يعني هو بيحاول، بس هو مش كين. هو كواليتي الكين احسن في الحته دي. يعني هالاند هتلاقي احسن حاجه منه لما يكون جوه البوكس، ده هو ده سترايكر. لا ولما بيطلع بره المنطقه عمر هو مش نازل يستلم بظهره للجون، هو بيطلع بره، هو عايز الكرة تترمي على البعيدة بس ويجري واحد على واحد. بس انت لو بتلعب جنب هالاند زي السيزون اللي فات لفودن لما كان فايق طبعا بتاخد مساحة. انت هتاخد مساحة وهيجي لك فرص كتير قوي. لا مفيش مشكلة، بس هو برضو مش هو اللعيب اللي هيصنع لك قوة. يعني هو مش هيستلم ظهره للجون وهيريح، مش هتحصل. يعني هو بيعرف يلف اصلا في اي موقف. يعني في كوره اصلا جات له جوه المنطقه وكان مستلم بظهره، لف كده وشاطها وجت برضه كتيجي. يعني الخوف كان ان السيستم السيتي ما يكونش ملائم لمرموش، ولحد دلوقتي مش باين ان يعني باين ان في مجهود اصلا الخوف ده في محله، فاهم؟ لا ومش باين اذا يعني لغايه دلوقتي اللي باين لنا ان هو جوارديولا لسه ما حاولش اصلا يلاقي يقيف الخطه لمرموش. يعني هو لسه ما بداش يشتغل على مرموش ان هو يعمل له مكانه. فدي حاجه لسه محتاجه وقت، بس ده متوقع ان هو تحتاج وقت يعني. طب عندي سؤال برضو تاني، ما كانش فيه فتره اعداد. بالظبط، انت دخلت يعني من الدار للنار. يعني في الصيف عندك فتره اعداد، بتعرف اللعيبه، بتعرف الجري بتاعتك. سؤال بقى، يعني حاجه قريتها على التويتر وبتاع، هل دي نهايه جوارديولا؟ نهايه مشوار مع مانشستر سيتي؟ مش كبير لا. يعني هل يعني في ناس لو كان كبير شويه في السن كنت قلت لك خلص. بس في ناس بتقول ان اللي هو يعني ان جوارديولا مش بس يعني ان هو على الاقل فترته مع السيتي انتهت، ان هو خلاص هو جاب كل اخره ومش عايز بقى يبتكر ويعمل حاجات جديده ومش عايز يوجع دماغه، وهو خلاص خلص مخزون الطاقه اللي عنده وما عندوش حاجه تانية يعرف يديها للسيتي. مش ان هو مش عبقري ولا اي حاجه، بس ان هو يعني هو فعلا هو خلاص. ما على فكره هو جاب كل حاجه تتجاب يعني بعد الترابل الاخيره دي هو خلاص بجد خلص الكتاب، فاهم؟ ماشي، بس انت لو مسؤول في مانشستر سيتي. بس هي القصه بقى فين؟ ان انا اكشلي حاسس ان الموسم ده ممكن يبقى خدمه لجوارديولا ولجمهور سيتي،
ان هو يري اجنايت او يعني يعيد اشعال الشغف بتاع جوارديولا، ان هو دلوقتي اتليست بقى عنده حاجه يتخانق عليه، اللي هو انا رجعت من الموت، فاهم؟ بس هو لو كان خد الموسم ده كمان فهو اكيد at some point خلاص كان الموضوع هيبقى في ليميت، فاهم؟ ما فيهاش بقى انا يعني بعمل ده ممكن كده يكون ليه؟ الموسم الجاي، فاهم؟ ان هو يقول لك بقى ان انا لا مش هخلص مسيرتي. ما ده كده الموسم الجاي، انا مش بكلمك هخلص الموسم اللي احنا فيه ده، مسيرتي، مش هخلص مسيرتي مع مانشستر سيتي وانا في الارض. اه فهيجيب بقى هيعيد بناء الفرقه تانية على فكره ما هو ده يورجن كلوب معانا، هو كان عايز يمشي الموسم اللي فات اصلا، بس هو قعد لغايه لما ظبط الدنيا شويه واقفين على رجلينا ومخلص تالت دوري وبتاع، وقال لك باشا انت كده واخد فريق مني مستلم نظيف، جود لك يا جماعه واتكلوا على الله. حاسس برضه ان يورجن كلوب شاف ان هو خلاص مخزونه خلص، هو طلع قال كده مخزونه خلص خالص، فقال لك لا انا مش هحاول بقى، مش هبقى مش اللي هو هفضل قاعد لحد ما اجيب المهم دوري يعني تاني. لا انا بيتهيألي ان هو السيزون الجاي لو بدا تاني يدوس على وش الناس ومعاه رودري ياخد البالون دور وهو كان قاعد في البيت. الناس اللي ما عملتلوش فوت هتعمل له فوت. ده حقيقي والله صراحه تتسرب صلاح جدع ان شاء الله باذن الله خلصان البالون دور السنه دي لو مش طب نكمل سريعا نجيب سيره بقيه الماتشات. هي مفيش ماتشات جامده يعني، بس نذكرهم يعني. في مثلا بي اس جي وبريست، ده اللي هو ماتش برعايه حرق الدم جمهور برشلونه والله العظيم، عارف اللي هو بيتحرق دمهم من اللا شيء، ماتش ولا مش علاقه بيه. ديمبلي فجاه بقى لعيب سوبر يا جماعه، بيجيب اجوان فظيعه والله العظيم فظيع. مين ده يا ابني؟ انت يا ابني اللي رحت نصبت عليهم هناك. انا ما كنتش عايز يلعب. لا حاجه تستاهل الدراسه يعني. هو ماتش خلصان يعني، بريست ده اساسا بيعاني في الدوري يروح يلعب برشلونه. يعني ده بقى تخيل بقى يروح يلعب برشلونه يعمل عليهم ماتش، والله العظيم انا من جمهور برشلونه انا هنزل ازيه في الملعب يعني، فاهم؟ انا لو من جمهور برشلونه هلبس تيشيرت برشلونه واروح اقعد في مدرجات وكل حاجه، يبقى بيجري قدامي انزل اعمل عليه تو لاجد تاكل كده واجيب له صليبي، فاهم يعني؟ لا كتير. يوفنتوس عدى بالضالين من بي اس في ايندوفن. يوفنتوس يا جماعه فريق يستاهل الدراسه الموسم ده، ان الصفقات تلعب ساعات وساعات لا، نغير نجيب جون الكيبر نلعبه شويه تألق نغيره، مش مفهومين. مين بيلعب على الوينج؟ لا هاتولي هنا كفران توران يجيب فورما نقعده على الدكه. فالموضوع في اللخطبيطه هو لسه الراجل بيكرر الحاجه بس اللي تستاهل ان احنا نتكلم فيها في يوفنتوس، انه سبحان الله هم عارفين يشغل موتا، عارف يشغل كولومواني. مع ان كولومواني ده يعني برجل واحده يعني، لما راح مع بي اس جي الناس اكتشفت ان هو الفنكوش. هو الكلام اصلا ان هم خلاص اوريدي من دلوقتي بداوا خلاص يتفاوضوا مع باريس، احنا هنخلص الديل ده ازاي. ايوه ما دي حاجه اعجازيه حقيقي في 3 ماتشات خلاص انا مقتنع بيه وعايزه. سبحان الله يعني. المهم يعني فده كان الماتش التاني. كان في دورتموند راحوا جريسي عمل ماتش عالمي على سبورتنج. لا والله انت قعدتوا اتريقتوا عليا لما قلت لكم انا ما بحبش جريسي. قلت لكم جريسي ده لما كنا بنتكلم على تشكيله الجروب ستيج. لا بس هو برضو يعني هو جايب اصل هو مثلا هم طلعوا قالوا لك ايه، قال لك ان هو كده احسن موسم عادل الرقم بتاع ليفاندوسكي كاحسن موسم للسترايكر في الشامبيونز ليج ب10 اجوان. فهي مقارناته ما زالت فاهم في نطاق دورتموند يعني، فاهم؟ ما خرجش مثلا في الدوري الالماني حتى. بس بيعمل طبعا تشامبيونز. لا هو عامل تشامبيونز وجايب جون حلو وعامل ماتش كويس اكشلي. بس تمام دورتموند في الشامبيونز ليج بيعرف يسلك امور، مسافه تلاقينا في الفاينل بيتصح. شغله ام حراميه عم. فدي كانت الماتشات. كان في ماتش كمان امبارح اللي هو ميلان. لا دول كانوا امبارح. النهارده بقى في طبعا عشاق حرقه الدم اي سي ميلان حب يصبح على جماهيره. بس هو ده هم خدوا المهاجم بتاع فاينر يعني الوحيد اللي في فاينر اللي هو خيمينيز ده، راحوا اشتروه عندهم فخسروا برضو. لا وكمان طبعا خسروا في ارض فاينر، بس حاسس ان مش فارقه يعني، ان برضو يعني مش المفروض يخسروا ماتش زي ده. لا مش مفروض. انا مركز طبعا مع ماتش ميلان وماتش يوفنتوس عشان هو واحد من ال4 فرق دول اللي هيلبسوا ارسنال ان شاء الله. بس يعني كان يعني الماتشين كانوا مشجعين الى حد ما يعني، اللي هو يعني انتوا كلكم شكلكم مش حلو قوي. لا بس برضه انا اخد فريق هولندي على انا اخد فريق ايطالي. بصراحه كلاحه. اقول لك بقى على حاجه جميله في ماتش اللي هو بتاع دول كسبوا 2-1 في ارض سيلتيك. شفت جون اوليسي. انا بشجع سيلتيك علشان نسمع القضيه. الواد خطير صراحه. انا ما اتفرجتش على الماتش ده طبعا. ايه اللي كان يمنع ارسنال ان هم يجيبوا اوليسي ده في الصيف؟ لا ده انت معكش والله العظيم. لا معايا فلوس يا عم، ما كانش غالي قوي كده. تروح تجيب كين يعني يا عم كين مش هيجي ارسنال
والله العظيم المهم يعني قلش لا. بس انا بزعل اصلا، بشجع سيلتك الصراحه. ناس بحب عندها تضامن مرعب مع القضيه الفلسطينيه، فانا بتعاطف معاهم جدا يعني. خلي بالك فبزعل يعني انا كنت من سكان جلاسكو. انا عارف. السلتك بصراحه انا ما اخترتش واحد ما بين السلتك والرينجرز. لا انا بحبهم اكتر اصلا ما بحبش التاج البريطاني عامه يعني. والرينجرز دول كلهم لويالست للتاج، فانا ما بحبهمش بالتبعيه يعني. بس انت عارف في طبعي ان انا مش هشجع الفريق اللي بيكسب اكتر واحد. بس هو سيلتك ألذ يعني، سيلتك ألطف. عشان كده كان عندي تعاطف مع الرينجرز. بس برضو بما ان كان في الشامبيونز ليج كان في كلاب بروك برضو عمل مفاجاه. ده عمل مفاجاه بقى مرعبه، لان انا اخر ما شاهدت ان هي كانت 2-1، كانت 1-1 قصدي، وقلت خلاص بقى الماتش خلصان. انا كنت ببص على النتيجه عشان خلاص قلبت اتفرج على ماتش ليفربول. بعد كده حرفيا قبل البرنامج قلت لهم واحنا بنراجع مع بعض 1-1، قالوا لي لا والله 2-1. يا جماعه مستحيل، طلع الجون في الدقيقه 93. انا ما حضرتوش اصلا، ما ركزتش معاه يعني. بس دي مفاجاه طبعا يعني. كلوب بروج عامل معجزه، لان بس هو اتلانتا ده كده على فكره يعني. اتلانتا هات له بقى ريال مدريد بكره ينكد عليهم اوحش نكد. هات له ليفربول والله ما هنعرف نتنفس قدامه. هات له فريق بقى جربوع ب 3 جنيه كده. ما هو ده اللي هو عمال بيعمله هناك في الدوري الايطالي. منتخب مصر لا ده اوحش. ده في الدوري الايطالي هو لو يكسب الفرق المعفنه في الدوري الايطالي هياخد الدوري الايطالي. بس هو مصر بقى، فاهم؟ عارف امبولي ده اللي هو كل اي حد مزنوق بيجي من الشارع يدي امبولي ممكن يكسبهم عادي جدا. المهم يعني وفي موناكو طبعا راحوا على ارضهم خسروا من بنفيكا، بس ده ماتش غير مهم على بالمره. طلب منهم حد وبتاع، بس محدش مهتم. سبورتنج لبسوا 3. طب نغير جو كده، احنا خلصنا الشامبيونز ليج، هنتكلم بقى ان شاء الله الاسبوع الجاي يعني. سبورتنج 3 نسيت. دورتموند يا ابني وجريسي انت مش عمال تشكر في جريسي. ايوه انا اللي كنت حصل. نغير جو نعمل ايه بقى؟ ندخل في المسابقه. لو انت اول مره تتابعنا، احنا عندنا مسابقه هنا في كوره كافيه. كل واحد فينا بيتسال سؤال على مدار الموسم بقى، وانت يا بتجاوب يا ما بتجاوبش، يا تاخد نقطه ما تاخدش حاجه، ما فيش اي قوانين تاني. والسكورات حاليا انا ناسي السكورات 12 11 لا 13 12. ايه يا عم ده؟ هو امير بس. لا امير هو ال 11 وانا وانت متعادلين 8. هو انت ما ردتش ليه؟ لا انت جبت اجابتك الاسبوع اللي فات وانا ما جبتش. ايوه ما انا كنت انت كنت ورايا صح. وامير جاب. جميل جاب. انا الوحيد اللي ما جبتش. يبقى امير 12. لا انتوا الاثنين جبتوا، انا الوحيد اللي ما جبتش. يبقى امير 12. بصوا يا جماعه هنكتب لكم سكورات هنا. ماشي هنكتب لكم سكورات. امير لو انا بلعب مكانه النهارده 12، حسام 9، علي 8. ماشي انا كنت افتح الاسئله. كنا متعادلين قبل. ماشي يا جماعه اختاروا بقى. خلي بالك ايه اقول لك على حاجه، نعمل زي الاسبوع اللي فات. انا اسالك لا اللي هو السؤال اللي انت اخترته ده ليك، ده اللي انت عايز انت تتساله، فاديه لعمر. وده انا هديهولك علشان عايز اتساله، واخد اساله لعمر. تمام حلال وما تقراش الاجابه. ماشي انت ابدا، انت سالني الاول. اسالك الاول. مش عارف ليه اصلا انا كنت قاعد على الكرسي ده المره اللي فاتت وانا اول واحد سالت. بس عشان الراجل الطيب ده انا ما كنتش موجود في الحلقه بتاعتي. طلع ينتف في ريشي ويقول لي انا كنت مسافر وجيت لقيت البوينتس ضايعه وما جاوبش. وهو الاسئله اصلا اللي انا ما جاوبتش عليها كان في جروب ما بيعرفش يجاوب عليها. وجاوب له على لا تعليق. انا قلت لا تعليق لو سمحت. لا والله بس الاجابه بتاعت تولوز دي كانت مالت بصراحه. دي بالذات كان لازم اسيبها لعمر عشان يعني محترف الفيفا وبايت على اللعبه. والله الكت كان في دماغي حتى عارف ارسمهولك. احنا عايزين الاسم بقى. طب يلا اسال استشير يا جماعه. بس عشان احمد من الاعداد بعت لنا الاسئله وقال لك اسئله سهله. اي حد السؤال اللي جه لعمر صعب. اي حد بيتفرج على الكوره عارفها يعني. انا مش صعب قوي يعني. بس هو يعني مش سهل. ماشي بس هو سؤال مش صعب قوي بس يعني مش اي حد بيتفرج على الكوره يكون عارفه يعني. هو بالغ في الموضوع. السؤال يا علي، ايه اكتر عدد اهداف وصل لها كريستيانو رونالدو في الدوري الاسباني في موسم واحد؟ ايه الريكورد بتاع؟ مش كده هناك دول بيلعبوا تحطيط دول. ايه الريكورد بتاع في الدوري بس؟ دي الدوري بس. الدوري بس اسباني يعني مش السنه كلها. اصل السنه كلها دي الارقام معروفه. الريكورد اللي عمله طبعا هو اكيد مش هو التوب ريكورد بتاع الدوري الاسباني عشان ده اكيد عند ميسي. لا ميسي غالبا حاجه حاجه 40 جون. تفتكر جاب حاجه 40 جون؟ اعتقد جاب حاجه 40 جون في سيزون. ايوه في الدوري يعني في الموسم كامل. طبعا. لا ده في
الدوري في الموسم ايه تمانينات وسبعينات هناك في عبط. انا كنت عايز اقول لك اصلا انا ممكن اتوقع 51 مثلا انا كنت هروح في الخمسينات اصلا. لا اكيد لا. بس انا يعني لو الدوري الانجليزي هداف الدوري الانجليزي قبل كده كان جاب 32 جون. يعني اكيد مش انت 5. فاهم كريستيانو عامل ايه هناك؟ ايوه ماشي. يعني انا عايز ارميها في إيه ده؟ 42 43 انا هروح هناك يعني. وحاسس ان انا والله مش طب مديله في حق. اي هنتات؟ يبقى كده لازم ابص. لا انا شايف مكتوب الاجابه مش شايف هنت ماشي انا شايف بس مش شايف الاجابه برضه بصراحه. بص انا ما عنديش اجابه محدده يعني. لا ما ينفعش تبقى بلس اور ماينس يعني عايز الرقم. احنا السؤال جاي ماشي. كده 43 جون. الاجابه في موسم 2014-2015 كريستيانو رونالدو جاب 48 جون. اجابه خاطئه. بس والله في الاربعينات فعلا. يا ابني ما ده وش انا كنت عايز اروح خمسينات والله. انا كنت اقول 51 ما اعرفش ليه اقول 51 لا العظيم يا جماعه احنا غلابه. لا بصراحه السؤال مش سهل. ده سؤال مش سهل. بس اي تمام. حد بيتفرج على لا، الكوره لا. كده حتى لو أصلاً بيتفرج نص ساعه في الاسبوع. لا انا اللي اسالك ما هي بتمشي كده. سؤال صعب ده. كم مره كسب باولو مالديني لقب الدوري الايطالي؟ اكيد يعني 2 3 يعني. لا، كسب لا أكتر. ميلان وقعد كتير. والدنيا على كتير قوي. اه صعبه دي. لا صعبة. لازم تكون عارف مين كسب. المشكله كمان ان هو لو انا فاكر صح على فقرتين يعني خد ميلان جامد الأول. وانحداره وميلان وكسب جامد معاهم. تاني. فانا ما اعرفش بقى ده جاب كام وده جاب كام فاهم. بدأ مع ميلان كام عارف؟ طب في هنت ميلان اخد كام دوري؟ لا انا ما عنديش اي هنتات هنا. انت فيك بايه اصلا؟ انا يعني ميلان تاريخه طويل. انا يعني هنزع هتفيدك بيزع في رقم. إيه؟ يعني هتفيدك في ايه يعني؟ انا الرقم ده يفيدني انا. ما هي هو صعبه. خد الاول ارزع الاول. مالديني قعد كام سنه مع ميلان؟ لعب كام بالظبط. سنه؟ كام موسم مع لا ميلان؟ قعد دي حاجه الواقع. 20 سنه. وانزل منها بقى. لا مش حاجه 20. لا 21 مثلا 22 سنه. لا 18 موسم مثلا. يعني من 18 هو- ل 20 انت حسستني هو إن بدا أنت من هو هتقول له 10. 17 مثلا. هو بدا صغير قوي هو بدأ صغير وخلص هو حاجه و30. ماشي 17 18 موسم لا ما يعني. حاجه و30 من 17 دي يعني بالتالي هو عدى 35 يعني. وهو بدا 17 فاحنا بنتكلم في اول 18. ماشي هو كان عالي صح 18 موسم. تمام. واعتزل امتى؟ فاكر اعتزل امتى؟ 18 لو قسمناهم على 3 بينهم هم ويوفنتوس. هي فكره حلوه على فكره. فكرة حلوة. يعني اللي هو اللي انت تديها. الاجابه تبقى 6 مثلا. لا عجبني التفكير عامه. لا بس هي زي ما بقول لك هي فكرتها بس كلها ان انت تفتكر هو يعني انا عارف في الليتر سيزونز انا فاكرها كويس. بس هي اول ما بدأ دي هي اللي صعبه قوي بقى. 94 بقى و95 اجواء كده. لازم تعرف بالظبط هم عملوا ايه. نروح 6 على 3. للاسف يا عموره قريبه قوي لان هي 7. في واحد فيهم سقط سنه. ما تبصش على الاجابه لو سمحت الا ليه ما انا خلاص ما كنت عارف. ما تبصش على الاجابه الا لما اقول. لا ما انا نسيت يعني. طب هو لعب بقى كام سنه عشان لو لعب بعد ماشي كنت هسيبه على 3. هو ممكن هبص لك عليه. والله انا ببص لك عليه عشان خدت 18 دي منك. لا انت هو مش عايزك تكسب على فكره. انا سبتها على سنتك. طب اديني في السؤال يا عمر. رولو السؤال قبل ما يجي لك يعني. اديني في السؤال يا عمر. احمد تكون حنين. قول لي مثلا تيري اونري كان لابس رقم ايه مع ارسنال؟ لا سهل يا عم ربنا يستر. ده لعب اكتر عمر. ده لعب من 84 ل 2009. يعني كام؟ 25 سنه. 25 سنه. يعني كانت هتطلع 8. ايه الغشامه دي؟ انت تعدي الناحيه كانت هتطلع 8. كنت تشيل اول 3 سنين اول 4 سنين يبقى 21. كان ناشئ لسه. قلت لك حاجه 20. 7 في 25 مش وحش يا جماعه. بس برضه مش عظيم يعني. نتشتم من جمهور اي سي ميلان. قول لي كم مره ليفاندوفسكي كسب الجولدن بوت اللي هو هداف الدوريات الاوروبيه كلها؟ الاوروبيه كلها. ما انت عارف اللي هي الجائزه بتاعت الجولدن بوت.
اللي هو اكتر واحد جايب اللي هو اكتر واحد جايب جوان في يعني مثلا في كل الدوري. بس هي بيبقى لها حسبه ان هو مثلا لو بتجيب الجون ده في الدوري الانجليزي بتاخد نقطه ونص. لا بس لا، لو لا. في الدوري التشيكوسلوفاكي بس التوب 5 ليجز زي بعض. ايوه التوب 5 ليجز مثلا بياخد 1.5 بوينت. بس لا علشان ممكن يجي لك حد مثلا من دوري بره التوب 5 جيوكيرس مثلا. لا بص جيوكيرس مثلا محتاج يجيب اكتر. انت بتقول لي دي سهله على اساس ايه؟ لا دي مش سهله. سهله على اساس ايه؟ لا يعني انا لسه ما بصيتش على الاجابه بس انا عارف. انا عندي رقم في دماغي يعني. انا رقم في دماغي 3. هو ده نفس الرقم اللي في دماغي. بس اصل هو ايه هو ليفاندوسكي ما بين 2010 ل 2020 اللي هيجيب فيها الجولدن بوت ويكسر الدنيا. ماشي صح ولا انا غلطان؟ هي الفكره بس ان هو خلي بالك هي انت كمان. طب بس ممكن اديك هنت بعد 2020 ممكن اديك هنت 2014 كان لما ميسي ورونالدو. اديك هنت بس هو ممكن يكسبها مناصفه يعني ممكن يبقى هو كسبها وفي نفس السنه كسبها ميسي او كريستيانو عادي في الدوري بس مش يعني اخر يعني 2013 2014 دي كانت اخر مره اعتقد ميسي وكريستيانو ولا كانت كريستيانو ممكن كمل بعدها 2015 كمان خدوا الشامبيونز ليج في 2015. لا بس هو يعني دي بتتحسب على الدوري بس مش الشامبيونز ليج بالظبط. انت هتحسب اهدافه في الدوري. ايوه بس انا بتكلم على في الفتره اللي بايرن كانت توب فيها هي اللي كان ليفاندوسكي بيخيط كل حد يعني دي حاجه ترجع لك انا ما اقدرش افيدك فيها. هو ترشح لغايه البالون دور في 2022 ولا 23 23 لا سنه الكورونا 2020 قلت لك ايه لحد 2020 هو دي كانت اخر سنه عمل فيها حاجه ليفاندوسكي وبعديها هدي شويه. طب ايه بص اصل دي بص هي 3 ما عندهاش انا كان في دماغي الصراحه 3 زيك برضه. اجابه خاطئه يا حسام. هي 2 2021 21 22 يعني الحسبه بتاعتك دي هي اللي في السقودي 21 و22. لا والله اللي هو اللي انت بعد ما عملت الكات اوف ديت بعد ما ميسي ورونالدو بطلوا هو بعد ما ميسي وكريستيانو لا مش تصريح كده يعني عارف مين. طيب السكورات كده واضح ان هي ما اتغيرتش. هو يا 2 يا 3 يعني كلنا رجعوا بقى دوروا على سكورات الاسبوع اللي فات ايه والنبي قولوا لنا انتوا عشان احنا لما بنقول الكلام ده لاحمد بيزعل بيقول لك لا الاجابه دي اسئله سهله اي حد بيتفرج على الكوره هيبقى عارفها. بس حقيقه الحق زي بعض الثلاثه اسئله فير الثلاثه زي بعض 3 فير بالصعوبه وايز الثلاثه زي بعض ما عنديش مشكله. الاسبوع اللي فات كان فيه استهبال كان في باتريك كلويفر ولا جاي لي شين لونج يعني دي كان استهبال. انا كنت بتفرج ثلاثه زي بعض فاحسنت يا احمد في دي بس ما تقوليش اجابه سهله وتعشمني لو سمحت. بس اسئله حلوه الصراحه بس ليفاندوفسكي صراحه كنت عارفها. طب خلاص ما عشان كده ما جاتلكش الحمد لله. مهم طيب نرجع نكمل بقى خدنا البريك اللذيذ بتاعنا نرجع بقى للجد خلاص بقى نروح على ايه ناخد الطياره ونطلع على اسبانيا في الشامبيونز ليج نكمل مع ريال مدريد نلعب في مانشستر. احنا خدنا الطياره وطلعنا على الدوري الاسباني ريال مدريد ونقول الترتيب برضو علشان الناس تبقى متابعه. ريال مدريد الدوري نار. ريال مدريد 50 نقطه اتلتيكو مدريد 49 نقطة برشلونة 48 نقطة يعني الفرق ما بين برشلونة وريال مدريد هم نقطتين وكلهم لاعبين نفس الماتشات خلاص المتأجل اتلعب. في بقى بالباو اللي هم عادة بيجيبوا معاهم واحد رابع كده عشان يكمل معاهم يعني ماليش دعوة عشان عارف الكنبة اللي ورا بتاخد 4 يعني فواخدين معاهم اتلتيكو بالباو يعني. الدوري الاسباني برضو فيه تنافسية ومش هم 3 فرق واحنا عارفينها هم 3 فرق بس هم صراحة هم اقوى منافسة بس في هو اقوى منافسة لا والدوري السنه دي فيه فرق بتلعب كوره حلو يعني فياريال سبحان الله اللي واخد بس هو الطفه تاني طبعا بيبي وبتاع بس فياريال مثلا بيلعب كوره حلوه جدا في كتير من الفرق اللي بتلعب كوره حلوه وريال بيتيس وبطلهم الخزعبلي على فكره هو واخد 2 مان اوف ذا ماتش باك تو باك يعني والله بس طلع المشكله يعني في مانشستر يعني انا بس لا احقاقا لحق انا الواد ده لو تألق في الدوري الاسباني هشكك في قدره الدوري الاسباني فور جود يعني خلاص ده هيبوظ والله العظيم. الواد ده تصبوه يا جماعه جمهور الدوري الاسباني الواد انتوني ده لو عمل حاجه في الدوري الاسباني دي نقطه مش في صالح فيكو لان بقى له سنين عندنا عمال يلف زي النحله. مهم يعني فزي ما قلنا كان في ماتشين اللي يعني محتاجين نتكلم عليهم الاسبوع ده. طبعا الماتش اللقاء القمه بتاع الدوري بترتيب الدوري يعني ريال مدريد واتلتيكو مدريد 1-1.
متوقعه ولا غير متوقعه الواحد واحد؟ هو احنا مش قلنا توقعات اصلا قبل الماتش؟ هو احنا قلنا توقعات. قلنا صدق توقعات يا باشا. انا قلت اتلتيكو هيعملها ويكسب 2-1. انا مش فاكر انا قلت ايه اصلا. امير قال ان مدريد هيكسب. يبقى انا اكيد قلت ان هم هيتعادلوا. انت قلت اعتقد مش ابقى فاكر. برنس والله العظيم هرجع برنس برنس ولا هرجع اشوف. بس هذا توقع. طب نرجع للموضوع. مين يعني انت شايف ان ده فير التعادل ولا غير مستحق؟ توقعت اتلتيكو يكسبوا فكده انا متوقع ان هم الشوط الاول اتلتيكو كان محظوظ، يعني مش محظوظ، هو عملوا شوط اول دفاعيا رهيب. يعني الشوط الاول اصلا فرص ريال مدريد 0 تقريبا. الحكم خدمهم بضربة الجزاء طبعا ما فيهاش يعني، بتتحسب على ارسنال بس في البريمير ليج. اللي هو دي بس احنا بناخدها بكارت احمر. ايوه انما في العادي ما بتتحسبش، بس يعني انا مش شايفها طبعا. يعني في العادي ما بتتحسبش، بس يعني بتتحسب على ارسنال في حكام كده. بس مش كده يعني. بس في حكام بيحسبوها يعني. بس هي يعني انا في رايي ان ما فيهاش بنالتي. فطبعا لما جابوا الجون شال من عليهم طبعا، شال من عليهم عيب. والشوط الاولاني هم عملوا شوط حلو قوي قوي قوي، خصوصا في وقف مفاتيح لعب ريال مدريد. الشوط الثاني بقى من بدايه الشوط الثاني انشيلوتي يعني طلع كل نقط الضعف اللي موجوده في اتلتيكو مدريد. نزلوا من بدايه الشوط الثاني مفيش ثانيتين، زي ما قلنا في الماتش بتاع سيتي ان هجوم ريال مدريد اتشقلب بعد الشوطين. لا ومقصر وضيع كتير. هنا هو مقصر ومضيع كتير. أيوة. بدايه الشوط الثاني بس انت واخد بالك الحاجتين الكومن بقى ما بين الماتشين دول، لان دول من اصعب ماتشات الموسم. الحاجتين الكومن هنا ان هم بينزلوا من بعد الشوطين واخدين تعليمات صح. علشان انا على طول بقعد اشكر في انشيلوتي، وفي ناس كتيره قوي شايفه ان احنا بنطبل لانشيلوتي. يا جماعه ما احنا بنشوف الكلام ده بعينينا. يعني الماتش بتاع امبارح بتاع مانشستر سيتي كان باين فيه قوي تعليمات انشيلوتي عملت ايه، وفي ماتش اتلتيكو كان باين تعليماته عملت ايه. وفي ماتش اتلتيكو بقى هو ده اللي اصعب بكتير بقى كمان طبعا، لانه بيلعبوا قدام بعض كتير. دفاع اتلتيكو وفورمه اتلتيكو غير فورمه سيتي خالص. وسيميوني بصراحه وسيميوني مدرب مش سهل خالص. وسيميوني الشوط الاول عمل ماتش دفاعي يعني، غير طبعا كان بيعمل هجمات مش وحشه، بس هو مينلي كان دفاعي موقف خطوره ريال مدريد ما كانوش موجودين يعني، ما كانوش تقريبا فرصه. متفق تمام. الشوط الثاني الشوط الاول مدريد 0 شوتس اون تارجت 0 بيج تشانسز. الشوط الثاني 9 شوتس اون تارجت. لا هو ما انا بقول لك تخيل 9 شوت، والناين دول منهم 5 في اول 12 دقيقه. ايوه اللي هو لغايه لا هم نزلوا ما بين الشوطين عارفين بالظبط هيعملوا ايه، فدي لازم تديها له. بس ده لا يمنع ان برضو حتى ما ده بقى الفرق. انا ده اللي عجبني عامه السنه دي في اتلتيكو هم ما زالوا لما بيتزنقوا بيرجعوا للدفاع، بس هم حتى هم بيدافعوا دلوقتي بقى تحس ان الديناميك بتاعهم او الطريقه اللي بيعملوا بيها الدفاع بتاعهم بتسمح لهم برضو ان هم بيحاولوا يعملوا كويك ترانزيشن ايا كان الوضع. هو يعني سوري بس عموما انا موضوع فكره ان اكتر مدير فني اعتقد عمل ري انفنشن لنفسه الموسم ده هو سيميوني. مغير جدا، بس ده مش من الموسم ده، هو من الموسم اللي فات بيحاول، بس هي كان مخيشه معاه. هو كانش عنده لسه الكواليتي، وما كانش لسه جاب اللعيبه اللي هو عايزها. يعني هو الفاريز مثلا فرق معاه وكان معاه مراتا وبتاع القذره بنتكلم عليه بالتفصيل في ماتش في وقت تاني. بس سيميوني بجد عامل، بس هو يعني من الموسم اللي فات وهو بدأ يحاول يطلع من العبايه بتاعه اللعب الدفاعي. الموسم ده جاب لها اللعيبه. انت فاكر احنا اتكلمنا في الموضوع ده الاسبوع اللي فات، بس انا عايز ريفيزيت القصه دي تاني. موضوع ان السيستم، كره السيستم بتموت في العالم كله خلاص. يعني بجد اللي هو اصل يعني بابا شغلانه كره السيستم هو جوارديولا، هو اللي او مش البابا كرويف، بس يعني المودرن داي اكتر واحد احسن من نفذها. احسن من نفذها، لان هو نفذها احسن من كرويف نفسه. ان هي الكوره معموله بسيستم مفيش اي نوع من انواع الابداع. سواء بقى هتلعبها باستحواذ، هتلعبها بارك ده بس، هتلعبها زي ما هتلعبها. بس كل الناس اللي هي مورينيو، كل المدربين جامدين في الفتره الاخيره كانوا بيلعبوا كره سيستم قوي يعني.
اللي جاي الجديد منه ان انت بدات تشوف عوده رقم 10 زي ما كنا بنتكلم الاسبوع اللي فات، واحد عودة زي الفرديات. عوده الفرديات من الاخر. انا بيتهيالي ودي حاجه تبقى مبهره الصراحه يعني، ان سيموني شاف القصه دي جايه. يعني he saw it coming ان هو مفيش طريقه يقدر يكمل على اللو بلوك بتاعه ده وسيستم اللي بيلعب بيه ده للابد. هو محتاج يبقى مور كرييتيف، ومحتاج يبقى بيدي حريات اكبر للعيبه بتاعته، ومحتاج يغير من جلده حرفيا لو عايز يستمر ان هو يتقال عليه مدرب one of the top. الموسم ده هو بيعمل كده. انا اعتقد كل المدربين شافوا الموضوع ده، او يعني ممكن في ناس شافتها بس ما خدتهاش بجديه. اعتقد خدوها بجديه وقت لما جابي الونسو طلع مع ليفركوزن، لان هم كانوا محور الموضوع ده. مفيش سيستم، اللعب كله ريليشنال مع بعض. لا وإنزاجي لازم تدي إنزاجي برضه اللعب كله، بس ليفركوزن اللي عملوا الموسم من غير الانبيتين هم اللي كانوا واخدين الصداره قوي. اللعب كله ارتدادات سريعه جدا وانتنسيتي قويه جدا، وبلعيبه ما تفتكرش اساميها. فدي يعني اعتقد صحت مدربين كتير، لان لو فرق كتير بدأت تعمل كده هتبقى مشكلة. طبعا. وبالذات بقى خلي بالك اصل السيستم ده اللي هيكسب فيه اللي معاه فلوس، لانك هتافورد اللعيبه اللي عندها حلول فرديه اكتر من الفرق التانية. فلما هتيجي تبص مثلا دلوقتي على فريق، لو انت انشيلوتي بالسيستم القديم سوري قصدي سيميوني بالسيستم القديم، كنت غالبا هتنزل تتهان قدام ريال مدريد ببيلينجهام ومبابي وفينيسيوس ورودريجو والشله طوارده جولر وإنريك ليله. فاهم الناس كميه ناس عندها حلول فرديه مرعبه، فمش هينفع تدروب باك خلاص يعني الزمن ده ولا يعني. فدي حاجه لازم تديها لسيميوني. بس برضو انا شايف ان هو انا كنت اتمنى ان هو يلعب هجومي اكتر من كده، لان عارف اللي هو يعني مش اول ما تتزنق فاهم الدنيا تغمق ندروب باك. هو انا شايفها ان هو مش غلطته ان هو ما لعبش هجومي كفايه. انا شايف ان غلطته ان في وجهه نظري الشخصيه كان فيها مجامله لابنه زياده الماتش ده. انت مش طايق وانا عارف. غير مش طايق. هو الفكره كلها ان هو اي حد اتفرج بعد ما التبديل حصل ولورنتي طلع هو رايت ميدفيلدر ونزل مورلينا رايت باك، الناحيه دي حاجه تانية خالص. ده حقيقي. وهو ابن سيميوني نفسه جاله كورتين جوه البوكس الاثنين كارثه ان هم يضيعوا. يعني اللي هو واحده اللي هو انت هنكت عارف اللي بعدين حبيب بابا. لا وبعدين بس على فكره الواد مش وحش برضه. الواد مش وحش، بس فرق كواليتي بين بقى لورنتي لما هو لاعب رايت ميدفيلدر ومولينا وراه. ومولينا اصلا عنده انطلاقات رهيبه بسرعه رهيبه قوي، مع لورنتي انطلاقاته الصح ويعرف يغطي عليه امتى ويعمل الكلام ده ازاي. فرق رهيب يعني. هو لو كان بدأ الشوط الاول كده كان هيعمل خطر كبير قوي على ريال مدريد بالظبط. انا بالنسبه لي فرصتين اصلا كمان يعني هو مضيعهم في بدايات الشوط الثاني في اول ربع ساعه، اللي هو احنا لسه جايين من الاستراحه، انت لسه اخد نفسك وشارب ميه ولسه نازل، اللي هو فاهم ان احنا لسه واقفين على رجلينا يعني. المهم يعني انا شايف دي سقطه سيميوني الوحيده في الماتش ده من وجهه نظري في التاكتكس. بيتهيألي المستفيد الاكبر من الماتش ده كده هو برشلونه طبعا رجع في الصوره كمان بعد الفوز بتاعه، جات له من عند ربع. اصلا ايا كان فيهم اللي هيكسب كان هيفرق عنه شويه حلوين. دلوقتي بقى خطوتين منه او مش شويه حلوين بس يعني هيبقى فيها خساره يعني. خصوصا ريال مدريد لو كان كسب ريال مدريد كان يبقى فارق 4 نقط وكانت الدنيا هتغمق شويه. هم الثلاثه 4 سوري صح. لا كان هياخد 2 زياده. دلوقتي 2 هيبقى 4. دلوقتي هم اللي كملوا الثلاثه كملوا كده يعني. الشهرين الجايين دول شهر 2 وشهر 3 ده هيبقى من احلى المواسم اللي في الدنيا. ودخلنا في شهر 4 والثلاثه لازم بعض كده هتبقى مش فاكر امتى وصلوا الثلاثه للنار دي. لا مش فاكرها ده بقى لها شويه. دايما واحد منهم بيصعد. وبرشلونه الثالث، بس هو في الماتش بتاع الدور الاول فليك كان اعلى بكتير قوي من الاثنين التانيين لما كان بيلعبوا. بالظبط. هو عارف يكسب ده وعارف يكسب ده. لا هو عارف. خسر من اتلتيكو بس في ماتش اللي هو ما ينفعش لو اتعاد 100 مره مش هيخسر فيه. صح. انا فاكر احنا اتكلمنا عليه هنا وقلنا الجمله دي ان هو الماتش ده يا جدعان لو اتعاد 100 مره برشلونه كان هيكسب. يعني بهدل ريال مدريد. صح. فهو بهدلهم مرتين. لا مرتين ولما راح لعبهم في السوبر برضو. هو فليك عارف يلعب الماتشات دي رسمي يعني. وعامه هو فليك. احنا نيجي دلوقتي لبرشلونه لان انا بيتهيالي برشلونه نخش على برشلونه. راحوا لعبوا سيفيا 4-1 يا باشا بجمله
السكورات اللي بيعملها فليك. يعني هو برشلونه السنه دي باين كسب 6 مرتين و5 3 مرات و4 6 مرات، اللي هو هم فريق في اوروبا جاب جول. هم فكره برشلونه بالنسبه لي ان هم حاليا فريق، هو فاكر اللي كنت لسه بقوله على ليفربول كلوب، اللي هم وهم في الفورمه فريق نار حرفيا. بس زي ما هنعلى قوي هنقع قوي في ماتشات، لان اللعيبه بتتعب وبتفرد وما عندناش دكه تلحقنا وعندنا مشاكل زي ما انا لو لازم نطاطي بالظبط. فانت ماتش اشبيليه ده يعني اشبيليه هم دلوقتي يعني برشلونه فاق تاني، فدلوقتي اي حد بيجي قدامه يعني طبعا بسم الله ما شاء الله يعني يامال ربنا يبارك له. رافينيا يعني، وده بقى المفاجئ بالنسبه لي، دي حاجه صادمه الجمله اللي انا اقولها دي والمصحف الشريف انا ما عمري ما تخيلت ان انا اقولها، ان منافس صلاح الاقرب على البالون دور هو اكشلي رافينيا، ودي حاجه اعجازيه. لا ده وش ده هو اكتر كونتريبيوشنز في الدوريات الخمسه الكبرى بعد صلاح جدا بس يعني. لا وهو فعلا اكتر لعيب كلينيكال بعد صلاح، هو بس صلاح البار بتاعه عالي قوي ففي سن الجاب، بس هو بعديه هو واكتر واحد انت شايفه لما بتتفرج على رافينيا جاب جون جاب اسيست. ماشي بس هو رافينيا بيعمل حلو جدا لما يكون برشلونة عامله كويس. ايوه هو مش ماتش وينر، الراجل مش هيشيل فريق على كتفه. لكن صلاح ممكن ليفربول تكون في ماتش مش جايه قوي وصلاح هو لا هو الحق برضه رافينيا السنه دي ماتش. لا السنه دي هو نار يا جماعه. رافينيا دلوقتي هيخش في التوب 3 بالون دور. لازم الطريقه اللي هو ماشي فيها دي لازم يخش معاهم. لا الجون اللي بالشيمباد بالشيمباد. بس ايه رايكم في الاسيست بتاع بيدري دي اللي انا على فكره ده تاني ماتش يعملها ورا بعض. هو بيدري لسه عمل الماتش اللي فات. بيدري عمل ماتش رهيب. هو بيدري يا جماعه خلاص يعني اللعبه دي رجعت بتاعته على فكره. ما انا بقول لك الاسيست ده هو لسه عامله الماتش اللي قبليه كمان. هي دي بيجري وفجاه يقوم عامل لك الهوبا فاهم صغيره كده. ولا وعمل واحده الماتش اللي فات اللي قبله برضو مختلفة تماما بس نفس الفكرة اللي هو يستنى المهاجم يقطع ويرميها بقى. دي التانية دي كانت كرة طويلة من ورا خالص. فهو الصراحة بسم الله ما شاء الله بيدري وكمل على الفورمة دي. مش هقولك الموسم ده بس هو يكمل بقى ويركز في القصة دي ويحل مشاكل برشلونة وهتلاقيه يعني من يعني يحافظ اكتر الناس اللي بتتكلم في البالون دور يعني يحافظ نفسه من الاصابات ويفضل يستمر على الفورم ده وبرشلونه ما يفشخش الدنيا فياخد الفريق كله تحت يعني ويفضل يحسن على الفورم ده السنين كمان عادي هيخش في الكونفرسيشن مع احسن ميدفيلدرز في تاريخ برشلونه فاهم. عنده الواد صغير كمان ولعب ماتشات يعني كتير بس هي مشكلته ان هو علشان لعيب نص ملعب، لعيبه النص الملعب بتتاثر جدا في تقييمك ليها باداء الفريق كله يعني. وبرضه يعني احسن لعيبه نص ملعب في تاريخ برشلونه صعبه برضه في بوسكيتس انيستا تشافي دول ثلاثه بس كواليتي لا بس هو كواليتي الواد على اي واحد فيهم كواليتي على اي واحد بس اللي عند الثلاثه دول كانوا رهاب يعني. اللي عند الثلاثه دول برضو لعبوا مع بعض وفرقه بتطلع نار من بقها مع فرقه قدامها ميسي بالظبط يعني. وبس الثلاثه دول كمان كان عندهم استمراريه رهيبه ودي بالنسبه لي هي اللي بتفرق الموهبه القويه اللي بتختفي والموهبه ماتش كانوا شايلين بعض برضه. هم بس لو والله برشلونه يعني لو تظبط الماديات بتاعتها ما اعرفش ازاي تقريبا بقى يخلصوا من ديونج بقى مش عارفين يخلصوا منه والله هيموتوا ويخلصوا منه مش عارفين. عندهم سترايكر عايز يشتريه في يونايتد ماشي. لا اللي عايز يشتريه هناك عندهم هي مانشستر يونايتد حاولوا يشتروا فيرمين لوبيز في الجانيوري ترانسفير ويندو. فيرمين لوبيز اعتقد ان ما فتحش المسج وبودين فيرمين لوبيز اصلا مش صغير يعني. الله اعتقد انه ما فتحش المسج اللي هو بس كده. فيرمين لوبيز عنده كام سنه؟ 25 26 لا بالتالي 25 لانه كان بيلعب اولمبيكس. صح فيبقى 25. اقول لك حاجه فانا ده ما علينا يعني بس في 21 يا عم. ايه ده 21 طب لا لو كده مش عارف ليه انا كان في دماغي اصلا حاسس انه بقاله شويه يعني. انا قلت بيلعب اولمبيكس فيبقى 24 المهم يعني. طيب كده زي ما قلنا ترتيبة الدوري ده هيبقى من اهم الدوريات اللي انك تتابعها يعني. اهم دوري لان زي ما قلنا في سنة جاب في الدوري الانجليزي. لا وغير كده 3 فرق توال بالظبط. لا وفي هناك جاب اللي هو انت يعني
يعني علشان الدوري الانجليزي يشد فانت محتاج شويه هضيع شغل. بوينتس الماتش الجاي قدام استون فيلا وانا اكسب واسمع رقمك لا هو انا هضيع قدام استون فيلا بس واسمع رقمك بتخبط لا. اكتر. وسلوت مطرود يا وبتاع جماعة. فانا غالبا استون فيلا بالهجوم بتاعهم ده يعني اول مره ابص لاستون فيلا يعني انا اساسا كنت ببص على استون فيلا على عندهم واتكنز طبعا ودوران. عندهم حوار غريب قوي استون فيلا مش متاكد منها بس بيتهيألي ما سجلوش مالن في تشامبيونز ليج. دي مش محتاج. عنده واتكنز أماكن وراشفورد واسينسيو حاجه غريبه جدا. انا اولموست متاكد يعني لان كمان انا فاكر ان هو في الناس كانت بتتريق عليه علشان هو في الانترفيو قال برضه ان من اسباب ان هو جه ان في تشامبيونز ليج بس هل ده في النادي هل ده بيفرق في النوك اوت وبعديها ممكن يسجلوا في ال 16 في يناير مش عارف. في الترانسفير بس يعني ما علينا يعني بس هي انت يعني سبحان الله الناس عندها مالن وما بتسجلوش انت مش لاقي تاكل. والله ده انا اول مره ابص اللي هو طب ما كنا نجيب مالن يعني دي ده يقول لك ريد اشف ده يقول لا بس نجيب راشفورد لون ازاي واحنا ما عندناش اماكن لون لازم نمشي حد من بيل اللون اللي مشي نيتو يا عم مشي يا عم مشي نيتو انت خلاص عندك هات واحد العيل اللي عنده 16 سنه خليه هو الجون الاحتياطي على الاقل يتحسن. كفايه ارسنال والله. انا المهم ناخد بقى سريعا علشان برضو تلعب وده برضو من اغرب دوريات العالم. الدوري الايطالي ترتيبة الدوري نابولي 55 نقطة انتر 54 لازقين في بعض نقطة واحدة. نابولي ضيع فرصة. ما انا هجيلك دلوقتي انا هفصفصهم لك. اتلانتا 50 لاتسيو 45 ويوفنتوس 43. لو قلت اقول لهم لك برضو علشان تبقى متابع ان يوفنتوس داخل على بس لاتسيو بيلعبوا كويس. نابولي راح قدام اودينيزي قرر ان هو الماتش ده ما يلزمنيش في حاجة فضحى بيه. مع العلم بقى ايه يعني شوف هو برضو ما ليه بقول لك بيفكرني الدوري المصري اصلا. يعني انتر لعب فيورنتينا يوم 6 ويوم 10 فبراير. انت هرش انت مركز معايا. ايوه لعبهم مرتين في الدوري ده مش رايح راجع في كاس مثلا. أيوة. هو الماتش المؤجل اتزق لغايه لما بقى هو بس لو ماتش الدوري الدور التاني وصل قال لك ايه ده قال لك ايه ده طب ما تيجي نلعبهم النهارده حرفيا. فكان هيلعب بقى كان هيعملوا حركه دوري مصري دي اللي هو انت بتلعب الماتش بتاع الفريق ده في الدور الثاني قبل ما تلعبوا الدور الاول. مهم يعني فلعبوا بعض مرتين ورا بعض. انتر في الاول ماتش ده راح لبس 3-0 المفجعه بتاعه فيورنتينا. ماتش عجيب الاشكال والالوان. وماتش تاني كان صعب قوي برضه يعني اتفرجت على الماتش التاني ما اتفرجتش على الماتش الاولاني. انا اتفرجت على الاولاني ده وهو يعني 3-0 دي تقيله قوي على اللي حصل في الماتش يعني تقيله قوي 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 لانه هو مش مفروض يحصل ده 1-1 على احسن الاحوال. انا اتفرجت على الاولاني فقلت بقى اتفرج على التاني والتاني فهمت ان فيورنتينا فرقه رخمه بس هي السنه دي رخمه بس مثلا انت الشوط الماتش الاولاني فيه مثلا مويسكين جايب له جونين في منهم واحد هو شكل الجون حلو بس هو الجون يعني ديفنسيف ايرور يعني هو مش مفروض يجي اصلا هو شكله بس حلو. ففيورنتينا فريق رخم السنه دي وهو رايب على فكره. هو انا بيتهيألي هو يعني بعد الشله دي هو السادس مثلا بتاع يعني هو في الكونفرزيشن يعني هو مش بعيد قوي يعني. 42 هو بيتهيألي هو بعد يوفنتوس على طول يعني 42 فهم راحوا لعبوهم خسروا 3-0. جه بقى دور نابولي قال له لا والله العظيم بص انا لاعب بودينيزي انت اخويا انت خسرت انا ممكن اوسع الفارق بس انا مش هعمل كده عشان انا راجل جدع لا عشان خلي الناس تتفرج عليه اصل غير كده الدوري هيخلص بقى يبقى فرق 4 نقط لنابولي هتريح اكتر كان هيبقى 3 كانت تريح اكتر يعني فراحت عادل اللي هو هناك مع اودينيزي يعني بقى فرق نقطه واحده بس من انتر بالظبط ومفيش حد ليه ماتشات هم بقى خلاص هي الميزه دلوقتي ان ما بقاش في ماتشات متاجله. ارجع واقول لك طبعا يعني هو نابولي مازال راكب الدوري بس برضه هو في الاول وفي الاخر هو خلص هو يعني كفاراتسخيليا مشي ودي موضوع مش سهل. انت عارف ان كونتي ممكن في اي لحظه يقلب الترابيزه على ديسانتس ويقعد بقى يقول له انت مشيت لاحسن لعيب وبتاع ويطلع يردح له زي ما كان بيعمل هناك في توتنهام. فانت عدم الاستقرار بتاع نابولي ده عامه ممكن يضرب في وشهم في اي لحظه. وعلى النقيض انت بتتكلم في انتر اكتر فريق كونسيستنت وما عندوش مشاكل في ايطاليا اصلا.
فهو ممكن يكون انتر يتهز سنه كده، بس لما هنيجي نبص لها على في الدوري اللونج مش تيرم في الدوري، والدوري محتاج تجميع نقط بالظبط. لسه في فهو الملعب. مازال المرشح الاقرب للبطوله بيتهيألي هو انتر، بس نابولي عامل موسم خرافي يعني. وانتر خلص ماتشات غلسه بالنسبه لها، خلص فيورنتينا، خلص ميلان بالظبط. يعني ميلان اكتر فريق بيغلس عليه خلص منه خلص منه وهو غلس عليه فخلص تمام يعني. يعني اللي بيقع وقعه فهو تمام يعني. هيبقى فاضل له ماتش نابولي وماتش يوفنتوس. بالظبط. انا بيتهيألي ماتش يوفنتوس هيبقى رخم لان موتا صعب قوي انه يخسر يعني. مش سهل قوي انك تطلع منه بتعادل، بس صعب قوي تكسبه فاهم. تعادل قبل كولي مواني مش بعد كده. لا قبل ما يبقى معاه بقى السترايك اهو سوبر ستار يعني. شوف هو انت فاهم برضو ان انت تروح تجيب فاهم كولو مواني علشان تقعد فلاوفيتش على الدكه. جايب جون حاجه برضو الكوره دي ارزاق. بس انا بحب كولي مواني اكتر من فلاوفيتش. لا انا بحب فلاوفيتش طبعا يعني. انا ما بحبش عامه اللعيبه الثلاجات في المطلق، بس فلاوفيتش انا بحس ان عنده شويه كوره. انا بحب كولي مواني عامه، ما بتضايقش منه. لا ده ابيض ده. بس انا لسه مبسوط ان كومو مش في الريليجيشن. لا كومو امورهم طيبه. راحوا اشتروا حد في انا قلنا الموضوع ده في مش بيتابعه مثلا في البتاع ده. بس هم عندهم بيتهيألي هم كانوا واخدين نيكو باز بتاع ريال مدريد. الواد ده حريف قوي 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 يعني. انا مش عارف، صفقه غريبه ان هو راح هناك يعني. جابوا ديلي الي. ايوه صح، مودو ديلي الي ده طلعوه هو لا جابوه من بيته يعني. لا والله جابوه من بيته يعني. هو راح اتمرن معاهم وعمل اختبارات وفضل بيتمرن معاهم شويه، وطلع ساسك فابريكاز كذا مره يقول لك هو مش معنى ان هو بيتدرب معانا ان احنا هنمضيه. هو احنا لسه بنشوف، احنا مش عارف ايه. بيفكرني مستواه دلوقتي مثلا. لا قال لك يعني برضو راجل خبره، راجل ات سام بوينت. دالي الي يا جماعه كان من اهم لعيبه نص ملعب في الدوري الانجليزي. كان بيلعب هناك. لا هو من قبل هو بوتشيتينو. لا مورينيو هو اللي لمعه. بوتشيتينو يا جماعه مورينيو هو اللي وداه الحته. بوتشيتينو هو بوتشيتينو هو اللي طلعه. راح هو بوتشيتينو هو اللي جابه من ام كده ونص. ايوه بس مورينيو هو اللي وداه الحته اللي هي بتاعت. لا بالعكس، ده هو ده اللي بطله مورينيو. كان كونتي. لا يا ابني لا هو بوتشيتينو اللي لمعه يا جدعان. راح جابه في من حد لمعه في سيزون معين خطير. بوتشيتينو والله. بص على الموضوع ده لما اجي لكم في حلقه ثانيه. ده هو فاكر الدوكيومنتري بتاع توتنهام كان متخانق مع اسمه ايه ده، وكان كل اسبوع يعكشوا ببعض هو مورينيو. يبقى كونتي بقى واحد. المهم يعني فالدوري الايطالي زي ما قلنا كده سريعا، ميلان حظه حلو، جاله امبولي. وامبولي ده ايه يعني صديقة الطلبة. اي حد مزنوق بيخش ده يقول له انا بقالي 10 ماتشات ما كسبتش، يقول له هات 3 اجوان. فتمام يعني اداهم اللي فيه النصيب 2-0 بتاع. ما شفتش طبعا ماتش يعني، ما كنتش مهتم اصلا ان انا اشوفه لان ميلان ده فرقة تسد النفس اليومين دول. يوفنتوس بقى كان بيلعب كومو 2-1. كولو مواني بيتهيألي الجونين لو انا فاكر صح يعني، بس لان الماتش ده بقاله شوية. صح. ايه ده فعلا. والله بس اصلا يعني شفت اجزاء من الماتش ده يعني في عز التقليب. فبيتهيألي كده خلصنا الدوريات يعني. سريعا الفانتسي علشان اتلعب الماتش النهارده، ففي شويه تغييرات حصلت. اللطيف ان احنا عندنا في الدوري بتاع كوره كافيه في شويه تبديلات حصلت في القمه. ان الزمايات الثلاثه اللي فوق اللي تحت بيطلعوا محمد علي ويسري ونيمي، الثلاثه دول طايرين. تحت بيطلعوا بس عندنا واحد تاني، واحد جديد هو بقى اللي جايب نجم الجوله اكتر نقاط 146. قول لي اسمه معلش. هقول لك دلوقتي بس بيعمل ابديت. لان انا بس نسيت اسمه. بس تاني اكتر نقط الاسبوع ده كابتن عمر جلال 144. راجل مكابتن تريبل كابتن. بص على ابو مكه، بص على الحيطه هلا بص على الحيطه. ابو مكه عامل معاه واجب مستريح في تريبل كابتن. اسلام الجويش 146 هو اعلى نقط ده اسلام جويش هو اعلى نقط 146. مش اول مره على فكره يجيب اكتر ده. يليها عمر، بعدها عبد الرحمن. انت بتامن تحت شويه هتلاقيني. انت بتامن. ما انا بصيت عليه 135 والله يا جماعه. عامل مش وحش. اسيستنت مانجر كارت زي الفل، ومكابتن ابو مكه برضه. المهم يعني فاحنا كده زي ما قلنا احنا كنا هنقول اسامي الناس لو اتغيرت، بس الثلاثه اللي فوق الدنيا امورهم طيبه لسه زي ما هم يعني. اخيرا وليس اخيرا فقره الحلي بالمحلي، بما ان الدوري المصري مولع بتلعب في مواعيده حاجه غير مفهومه بالمره. انا مستنيهم يخربوا الدنيا. المهم يعني حاليا الاهلي 29 نقطه. لا بيراميدز الاول. بيراميدز كسب النهارده 28. لا بيراميدز كده يبقى 30 بتاعي. 30
وصلنا كده معلش سريعا. ممكن الاهلي طيب 29 ومعاكس الزمالك معاه 26. المصري 25 المصري تعادل النهارده يبقى ده نقطتين 23. كمان، لا هيبقى 22 يعني. بس يعني اللي اكيد ان بيراميدز هو اللي في الصداره. بيراميدز في الصداره 30 نقطه. ماشي، يبقى الاهلي 29 الزمالك 26 المصري 22 مصري 23 نقطه علشان تعادل النهارده. فكده الماتشات اللي ممكن نتكلم فيها الاهلي وغزل المحله. انا بصراحه كان شغال على يوتيوب كده فكنت عمال اقلب عليه اون اند اوف يعني، وهو امام جاب الجون ومفيش اي حاجه تانية تذكر يعني. انتوا اتكلمتوا على الموسم ده تظبيطه عامله ازاي في الدوري؟ لا ما اتكلمنا عليه اول الموسم يعني. بس لسه ما نخش في التقسيمه. لما تحصل التقسيمه هبقى اقسمها لك. الناس بقى اللي بتلعب على الدوري والناس بتلعب على الريليجيشن والعبث ده ويخلصوا البتاع ويبداوا على نظافه بقى. هي فكره مش وحشه ان احنا نحاول نبقى مليانين يعني، ان احنا نلم الدنيا نلحق الدنيا مع بقى الدول المتقدمه. والله يعني ابتكار والله، ده حل فهلوه يعني. مش مشكله. انا بالنسبه لي الاهلي 1-0 الزمالك ده اعجاز. ده اعجاز طبعا. الزمالك وفاركو 1-0 وبيراميدز النهارده كان بيلعب حرس حدود 3-0 والمصري تعادل لا جديد يذكر يعني. الماتشات رتيبه شويتين يعني. انا ما اتفرجتش زي ما بقول لك، كنت بقلب اون اند اوف على ماتش الاهلي بس اتفرجت على ماتش الزمالك كان حاجه برضو. انا اتفرجت على الزمالك واتفرجت شويه من بيراميدز، ويعني صراحه في الثلاث فرق اللي قدام بيراميدز هو بيراميدز احسنهم يعني. ده حقيقي. وفقره بقى الشاوت اوتس. اكبر شاوت اوت فيهم محمد الامير طبعا. اخونا الراجل مسافر يا جماعه علشان عنده شغل في فلوريدا. قالوا لي خلاص رجعنا احنا 3 ومش عايزينك تاني يا عمر ومش هنشوفك ال3 شهور الجايين بعديها باسبوع. فاهم لك سلام عليكم. يعني شاء الحظ ان هو يروح الشغل في فلوريدا واحنا هنا عندنا الدنيا شتاء وناقص 10. يلا لا حبيبنا برضو مش الراجل يجي بس وبعد كده نبقى نعمل عليه الحفله. الراجل اللي بيروح شغل في فيجاس التاني ده بيجي له شغل في فيجاس وقاعد في اورلاندو عيال صيع وعاملين فيها بيشتغلونا شغل والله. المهم يعني شاوت اوتس كابتن اسماعيل حبيب صديق البرنامج اخونا على طول اول كومنت يا جماعه راجل برنس. محمد عبد الغني اخويا مشجع ليفربول هارد لك. احنا هي فرقه حقيره وانت عارف ان هي فرقه حقيره وانا عارف ان هي فرقه حقيره. ركبك بتخبط يا عم ولا ركبي ولا بتاع انت بتاع الاصابات انت الله يكون في عونك. فدي الشاوت اوتس بتاعتي. وشاوت اوت لكابتن احمد توكل مخرج العمل وكابتن احمد جلال على الاسئله الزباله اللي حطها لنا في لا انا صراحه مش متضايق من الاسئله لان الثلاثه اتليست فير يعني الثلاثه نفس المستوى واجب يعني. ده حقيقي. عندك شاوت اوتس؟ يعني الشاوت اوتس تروح لجماهير ريال مدريد عشان كان عندهم اصعب اسبوع في الموسم ده. اصعب اسبوع. طب كابتن عبد الرحمن حنجل نديله واحده. راجل مشجع كبير لريال مدريد واي حد بيشجع ريال مدريد يعني كان اسبوع صعب يعني فاضل تكملته الاسبوع ده هنشوف ايه اللي هيحصل معاهم. ربنا بقى يسهل. عندك شاوت اوت؟ انا عندي شاوت اوت مهم جدا جدا جدا. كابتن كي هافرتز. لا استنى اخويا المصاب ربنا يقومك بالسلامه يا صاحبي. استاذ امير ذا 712 قال يا جماعه والنبي ادوا تشيلسي شويه وقت فالنهارده ادينا 0. لا بس ما قالش والله على عيني يوم الاثنين وعاوز تاب ولا دخل الاسبوع اللي فات. لا ده كان الاسبوع اللي فات احنا اتكلمنا فيه ده فبراير ده احنا عملنا الحلقه يوم الاثنين عشان نتكلم عليه وما اتكلمناش عليه كتير فعلا. هنتكلم عليه المره الجايه عشان خاطرك بس. خلاص احنا كده خلصنا ولا في حاجه لسه ناقصه؟ يلا بينا. خلاص كده خلصنا يا جماعه. هنقابلكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. اسبوع لطيف عليكم وكل سنه وانتم طيبين. نشوفكم الاسبوع الجاي ماتشات اكتر بقى ونكمل. في مفاجاه كبيره قوي يا جماعه فاستنونا هنقول لكم عليه. مفاجاه كبيره لحالك. طب اقول لكم على حاجه بس معلومه سريعه. انت عارف برضو من اسباب الفتره العصيبه بتاعت سيتي دي ايه؟ كابتن حمزه خليل اللي هو جه معانا ضيف برنامج قبل كده اللي بيشجع برشلونه يا جماعه لو فاكرينه. حضر ماتشين في الاستاد تشيلسي وريال مدريد امبارح هيخلص عليهم. ارسنال. لا وحضر ارسنال كمان. لا ما حضرش تشيلسي حضر ارسنال جايبهم ارض يعني. الله يكون في العون يعني. بعت لي فيديوهات بقى وبتاع حط صورته على الست.
لا انا ممكن بحط هحط بقول لك لكم حط صورة. ده على الاستاد تصور ده يا جماعه، ده تصور مع فلورنتينو بيريز. بابا وروني بيريز وروني وبتاع عامل قلق ابن لذينه. اه هبقى نحط الحاجات دي بقى على انستجرام. ماشي يا جماعه، يلا سلام. صباح الفل. سلام.